بما ان الواحد في وعكه صحيه فك لينكس بيعوم ويا رب ما اكتئاب الشتاء ده يدوم، حبيت احكي لكم قصه عكس ما كله بيعمل. كل واحد عمال يحكي لنا في انجازاته عن الثانويه العامه، ده انا عملت العماير وسويت الهواير، وبما ان البرد مبهدلني فانا افتكرت كل اللي انت مريت بيه بس وانا في ثانويه عامه. ايوه الفيديو ده انا هحكي فيه عن كل الصدمات وكل التخبطات اللي مرت عليا في ثانويه عامه، ومش بس كده هقول لك ازاي كل اللي انت بتمر بيه تطلع منه وعندك تجربه شخصيه. السلام عليكم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم. عزيزي الجميل، قبل ما نبدأ جهز كوباية ليمونك الدافي ومناديلك الجميلة، وتأكد انك مسوي لايك وسبسكرايب، لان احنا واخدين بالنا ان معظم المشاهدات بتيجي الناس مش مشتركة في القناة اصلا. ويا ريت تكتب لنا في كومنت تحت ميعاد او 2 نثبت نفسنا فيه كل اسبوع ننزل فيه فيديو. ما تنساش تتابعنا على كل منصات السوشيال ميديا اللي هتظهر لك فوق هنا عشان تتابع كل كواليس النف والعطس. يلا نبدا بسم الله. القصه بدات في شهر 8 2015. شاب بريء اخر عهده بكلمه الاوائل الابتدائيه. ما شاء الله كلنا كنا بنطلع من الاوائل في الابتدائيه، والله العظيم كنا جبارين كلنا. لكن بعد الابتدائي ما بحبش نجيب سيره. يعني افتكر مثلا ان انا في اعداديه عشان اخش الثانويه كانت مجموعي على الحركرك، يعني كانت اقصى مجموع كنت جبته كانت 85 بالعافيه، واللي بالمناسبه كان في ثانيه ثانوي. وساعتها انا افتكر ان انا كنت رايح اصيح لابويا وراح اقول له لا مش درجتي، والله يا بابا مش درجتي. فابويا يسحبني من ايديا يقول لي خلاص يا ابني حقك وهجيبهولي. يروح ساحبني من ايديا على الاداره، هنعمل لك تظلم يا ابوها تظلم. وانا عارف ان هم لو ادوني ساعتها درجات الاصليه انا عارف ان انا هعيد السنه. افتكر فعلا ان انا كنت عيل صيوح شويه، لدرجه من كتر ما بكرر رايح على الاداره الراجل اللي هناك زهق مني وراح ضارب لي شهاده كاتب لي فيها انت جايب 92%. ايوه ساعتها افتكر ان هو قال لي يا عم حل عن دماغي، روح وريها لابوك واجري وفرح. ساعتها ضحكت كده وانجعصت. لكن بعد شهر 8 كل ما افتكر كل الاحداث دي اخاف، لان زي ما بيتقال وكلنا واخدين في اعتباراتنا ان اولى وثانيه ثانوي مقياس لثالثه ثانوي. نص جوايا بيقول لي يا جرع عيب يا جرع انت جايب في ثانيه ثانوي 92%، والنص الثاني بيقول لي انت هتصيح على نفسك، انت كاتبان كدبه وهتصدقها لي. زي اغلبكم بالظبط دلوقتي قاعد بفكر في دي وبفكر في اللي جاي، ومش بس كده وعلاقته باللي جاي، ويكون نهايه التفكير يلا معلش نسحب على السرير، انا هقوم الفجر هشد جامد. بسم الله. نبدا اليوم الثاني الساعه 3 العصر. يا بص انت تقصد الفجر؟ لا صحيت العصر. ايوه تصحى الفجر يا ابني وانا مش ساعتها كنت في ثانويه عامه؟ بس يبقى لازم يكون في مهرب عشان ما اصحى اصيح عليه. اليوم فيه 12 ساعه، يبقى في كام ساعه؟ 12 ساعه بس خلاص نصيح في ال 12 ساعه اللي جايين على 12 ساعه اللي راحوا. لا ما هو ما كانش في ساعتها مدرس بيتفاعل مع طلاب زي ما انا بعمل دلوقتي مع طلاب، مش حد اسمه انا عامل لك جروب عشان احفزك واصحيك الفجر، مفيش الكلام ده يا ابني. انا كنت من عصر تليفون ابو زراير، يعني ما كنتش بتضيع وقت على الموبايل؟ لا كنت بلعب كل يوم ساعتين على التعبان عادي. المهم قعدت فتره لا باس بها بفكر في نقطه اللي فات على انه مقياس للثانويه العامه، لحد ما في مره وقفت مع جماعه اصحابي دردش كده شويه، دخل علينا تنين الطب المجمع كان بيسال على حاجه وانا طلعت زي البتاع وشرحتها له. قال لي ساعتها تسلم يا هوبه ما فهمتهاش غير منه. ساعتها كده فكرت اللحظه، هو مش الواد ده كان الاول على الاداره فهم مني انا؟ طب ازاي؟ الله هي الثانويه هتطلع بجد شويه معلومات نحفظها ونفهمها نروح نكبها في الامتحان فعلا ولا ايه؟ هي هتطلع فعلا ملهاش علاقه باللي فات؟ وبدات اسرح بخيالي الباشمهندس الدكتور هوبه الجامد بوفتيكا الاول على الثانويه العامه جاي لكم يا حار. وفعلا من اليوم دوت روحت وبدا تفكيري يتغير، ومن هنا فعلا ما انكرتش ان كل حاجه سلبيه كنت مقتنع بيها زي التفكير اللي لسه سايبه دهوت كان سبب كبير جدا والله العظيم 3 ان اقف، وكان سبب رئيسي ان انا دايما بهرب. لكن بعد ما تخليت عنه وربي كنت جبار لحد لحظه قعدت في ديب ثينكينج مع الشيطان، هو انا هعملها فعلا واوصل للحاجه اللي انا بحلم بيها؟ وافتكر موقف كل يوم بيعدي عليا في الدرس، عقده اي واحد في الثانويه العامه لما يشوف وش العيال الدحيح. بص كل دفعه كده في شله تحس انهم مهكرين الكتب وبيفطروا قلم رصاص، تحس ان هم اللي كاتبين المناهج. الشله دي نهايتهم هتكون غلاف كتاب حابس على رقابيهم. دول بقى كانوا عقده من العقد اللي انا كنت بمر بيها. دول كانوا بالنسبه لي طوبه بتتكسر عليها كل امل انا ببنيه لنفسي. ليه هم بيذاكروا اسرع مني؟ وليه بيجاوبوا على كل الاسئله في الدروس؟ ليه لما اجي اقف حتى مع واحد فيهم يحسسوك ايه بنظراتهم ان انت قليل؟ هو انا هطلع الاول على دول؟ يا عم ده انا بس مش عاوز اطلع الاول، انا عايز بس اتشعبط في مجموعه واحد منهم قدام. وينتهي بيا الحال كالعاده والشيطان بيشد عليا اللحم ويقول لي لا تحمل هم، لا تقلق، ان شاء الله هنصحى الفجر نذاكر. مش هقول لك ان شاء الله. هو قال لي ساعتها ان شاء الله. الشيطان على ايديا في ثانويه عامه اسلم. جامد رد عليا واكد جامد عشان افضل في هذه الدوامه من الكلاكي لحد نص السنه. مذاكرتي متواضعه، درجاتي متواضعه، وتراكماتي وصلت لحد الركب. والله تراكماتي كانت
جبار حتى اقتربت اجازه نصف العام. المدرسين خلصانه عندكم شويه امتحانات شامله عنب قبل اجازه نص السنه عشان اتصدم في اكتر ماده حبيتها، هذه الخائنه الخسيسه الغداره، الفيزياء. لو عايز نحكي لك قصه الفيزياء ودكتور هوبا في ثانويه عامه، يا ريت يعني اكتب لنا في كومنت تحت. وعبد الرحيم هيقرا الكومنتات. ايه هو انا كل حاجه؟ انت عرفت ما بحبش القرايه. نيجي لامتحان الفيزياء الشامل، واذ بشله الدحيحه في اول ربع ساعه بيسلموا الورق، والعبد لله فضل لحد اخر 5 دقائق ورقته ابيض من المنديل ده ما تدبش فيها قلم، لدرجه فعلا الاستاذ اول ما بص لها كده اداني درجتين رفع، 2 من 20 لنظافه الورق. والله انها كانت صدمه جباره، لان الفيزياء كنت بعشقها. عارف يا عبد الرحيم الشله دي بجد كنت كل ما ابص لها اتخيل ايه؟ نحن يا 2 من 20. اجازه نص السنه جت ضيعتها بالكامل زي معظمكم كده في الصياح والعياط. انا كنت بعيط بصراحه، ده غير تقطيع الكتب وتكسير. واذ بانا برزع باب الدولاب الحاج داخل خلصان، انا هتكسر ناوي. الحاج في دخلته كده بص لي، خلصت بكل هدوء وهو واقف على الباب. لما تخلص صياحك وعياطك وتكسيرك اقعد زي الباشا وكمل مذاكره. وبالنسبه للدولاب دوت محدش هيصلحه غيرك لما تبقى دكتور. لازم تبقى دكتوره ولا دكتوره يا ابوها. وبالمناسبه دي كانت اكتر حاجه ضغطاني نفسيا. هتقول لي امل اهلك الكبير فيك؟ لا، هقول لك لا، تصليح الدولاب. لا بجد امل اهلي فيا. تخيل في عز الضغط النفسي اللي انا فيه وفي نص السنه و2 من 20 فيزياء، الماده الوحيده اللي انا بحبها، فوق ده كله اهلك بقى شايفينك حاجه كبير العيله، ابوها دكتور ابوها. ايوه انا كنت كل الامل بالنسبه لاهلي زي كلنا. امك اللي سهرانه جنبك وتحت رجلك طول الليل، اللي رايحه جايه تصلي مش مبطله دعوات ليه، وابويا بقى داخل خارج يشتري لي كتب، اللي بالمناسبه 3 ارباعهم اصلا اترموا ابيض. ما هو ساعتها ما كانش فيه دكتور هوبا بيعمل لثانويه عامه كتب احياء فيها كل الافكار، ولمم لك من الكتب الخارجيه كلها افضل التركات. ما كانش فيه مدرس زي دكتور هوبا كده اخ لطلابه وداعم ليكم ويقعد يسهر معاهم بالفجر. اصحى يا بنتي، التحدي، طب جايزه، طب مسابقه، طب هديه. والله مش عارف اقول لنفسي ايه. والله هذا ليس تكبرا ولكنه فقط تقديرا للذات. ربنا يخلينا ليكم. المهم من هذه اللحظه قررت ان ماليش اي علاقه بحد، هفكر بس في نفسي، مش هبص على الدحيح، مش هبص على حد، انا وبس. من النهارده بهجت جديد بيتولد. دروسي هخرج قبلها ب5 دقايق، مش هقف مع اي حد. المواد اللي انا كنت ضعيف فيها وبكرهها، العرب النحو يقطي عمل معاك جلال، ولا الانجليزي كانت لعنه جبارة والله العظيم. بدأ أول تصرف ناحية المادتين دول، بدأت أديهم ساعتين زيادة في يوم. جبت الساعتين الزيادة منين؟ من نومي يا حبيب قلبي. يعني أنا لما أقلل نومي ساعتين هموت. حتى بدأت المراجعة النهائية وتبدأ نقاط الضعف في البريق واللمعان. عشان اقرر زي اغلبنا نجيب مدرس عربي اخر شهرين يفلسنا عشان بس يعمل لنا مراجعه عنها. ما كانش فيه ساعتها دكتور هوبا يعمل لنا زي الاحياء كده يلمها لنا كلها، المنهج كله في 70 ساعه. ما هو انت دلوقتي ده في ايديك اونلاين، خلصت ال70 المنهج في دماغك. ما كانش فيه في ايامنا دكتور هوبا يعمل لكم معسكرات يجمع لكم فيها الفصول، او حتى يعمل لك ورشه في كل فصل. ساعتها كنت لوحدك فقط. حتى اتت بنت الجيران اللي قد في السن. هي بنت الجيران ديت كانت سبب احباط لي، لانك كنت دايما في وضع المقارنه بينك وبينها. شفت يالا قفل الدرجات، شفت يالا تطلع الاولى، شفت يالا بتعمل مكوك عشان تطلع المريخ. دي حاجه غير الحيزومنات اللي في عيلتك. عدوك بيتمنى ليك انك تخسر وساعات بتصعب عليه، انما الحيزومنات اللي في عيلتك يتمنون ان يروك زاحفا مطعونا مشردا مقطعا، الدنيا كلها فوق وانت مهروس تحتها. احب اقول لك مع الوقت لما انا بدات اطلع كل حاجه من دماغي، بدات دماغي تفضل المنهج، بدات اتعمق. سبحان الله المواد اللي انا كنت بكرهها بقت اسهل. يا لهوي كلكم. واللحظه اللي انا منعت فيها مدرس العربي ان هو يكمل معايا، لان بسببه كنت لاحظت ان احنا بدانا ندخل في ضيقه ماديه عنيفه. لو انت عايز تسمع قصه دكتور هوبا ومواد البعبع للثانويه العامه اكتب لنا يا ريت في كومنت تحت. نيجي بقى لحد ما كل حاجه بقت تمام. وبالمناسبه والدتي كانت ملاحظه ده، ما بقتش تجيب سيره مقارنات، لانها عرفت ان ساعتها اي مقارنه بيني وبين حد بتخلي حالتي انا تسوء، لان التركيز رقم 1 مرتبط بالنفسيه. كلما كانت النفسيه افضل كلما كانت الانتاجيه اعلى. ودي رساله لكل ولي امر، انك انت مجرد انك انت تقول لابنك يا فاشل او تقارنه بحد، ده بيخليه نفسيا يحبط. نسبه لا تزيد عن 10% بياخدوا الكلام ده كحافز ليهم، بس الاغلب واللي بنسبه كبيره ابنك او بنتك ممكن يكونوا حد منهم هيتاثر بالعكس. في اخر السنه لو كانت الحيزبونات بالنسبه لهم سقوطي امنيه، فها قد اتت ليالي الامتحان وتحول الصمت الى فعل. طالع نازل من بيت العيله واذ بكلام يلقى على صدري كانه اسهم
تشرخ في صدري. يلا يا بيه خلص ثانوية يا عم عشان فتحنا لك الورشة جنب ابوك. الواد داخل على امتحانات والكلام ما أثرش فيه، يلا نفتعل المشاكل، ومن المشاكل يأتي التوتر. وبالفعل للأسف الأسيف أصاب شكهم اليقين، وأتى امتحان الثانوية العامة الأول البعبع بالنسبة لي، اللغة العربية في شهر رمضان الكريم. وكل سنة وانتم طيبين. هتذاكر بالنهار وانت صايم، العيال الصغيرة مش صايمة، الأطفال أحباب الله، هيسوا يا ولاد يلا وهيسوا. وإذ بصياح العيال طول النهار، بس سابوا الدنيا كلها ويحلو الصياح تحت شباك اوضه، فتخش تنام وتقرر انك هتذاكر بعد الفطار، يكونوا تهدوا. ويحك يا رجل رمضان كريم. الناس الكبيره بقى وما يحلاش لم الشمل الا قدام البيت تحت شباك اوضتي. ايه ده عبد الوهاب بيذاكر فوق، يلا على جون يا على. هو في اجمل من حيطه الاوضه بتاعتي انها تتعمل جون مشترك؟ وطول الليل تخبيط، وطول رمضان في الدايره دي. ياتي امتحان العربي البعبع. عايز اقول لك ان انا ظبطت كل النحو، بس قبل ما اظبط النحو في 3 اعرابات عمري ما غلطت فيهم، وهو المبتدا الخبر ولام الجحود. ليشاء السميع العليم ان انا اقفل النحو كله الا لام الجحود، جحدت عليا. وخارج من امتحان العربي متاكد ان انا ناقص 5 درجات. في 2015 اخي في الله، في زمن ال 99%، 5 درجات كافيين ان هم يهدوك. وها قد تحطمت احلام دكتور هو، كفيل انك تسمع وانت مروح أصوات الشماتة والخبز بترن بشماتة في ودانك عشان تكسر كل أمل أنت بنيته جواك لمستقبلك. وأول ما تروح تشوف والدك والدتك من منظر وشك بس، تشوف في عينيهم كسرة كل أمل هم بنوه فيك عشان أروح. ومن هنا كانوا أسوأ 24 ساعة طول الثانوية العامة كلها، 24 ساعة من الكوابيس. إيه ده؟ هما ال5 درجات دول أنا لو نقصت درجة كمان الطب هيضيع مني؟ طيب ما هي كده جت ما جاتش كده التوتر ضيعني. وجه قرار انك لميت وانهم لميتون، قرار ان ال5 درجات دول هيكونوا اخر درجات اخسرها في الثانويه العامه. الكلام اللي انا بقوله ده لاي حد ساعتها لو سمعه يفطس ضحك، اللي هو استحاله، انت واعي انت بتقول ايه؟ طب انت واعي ان الماده التانية نقصد البعبع التاني هو الانجليزي؟ ايوه الكلام ده كنت بسمعه مش من البعده، من اقرب ناس ليا، ولا يهمني. وفعلا دخلت مستبيع. اصل بص، انت هدفك الطب وشايف خلاص ان املك ضاع، وهي درجه واحتمالك ضعيف، هتخش عامل ازاي؟ مستبيع. وبالفعل والله العظيم 3 اتت الانجليزيه في شوال، واتت بعدها الجسوي دلاميزو الفرنسيه، جبتها برضو في شوال. الدين اللي بعده الكيمياء اللي بكرهها في شوال برضو. حتى يوم الفيزياء مش محتاجه كلام بقى. اصعب امتحان ثانويه عامه نظام قديم كانت في سنه العبد لله ومساء الكرشوف. في اللجنه دي من بعد اول 5 دقايق صوت الصويد والاسعاف والبوكس، سامع البنات وهي عايزه تنط من فوق السور تنتحر، والولاد اللي جنبي قاعدين بيعيطوا. ساعتها كل اللي في دماغي نفسي هنيجي في الاخر ونخيب، فاضل لك احياء وجيولوجيا. والحمد لله جت في شوال، والحمد لله زي ما وعدت امي ان كانت اخر 5 درجات هنقصهم هيكونوا في العربي، ولله الحمد كله بفضل الله اوفيت بالوعد. وياتي يوم النتيجه. الطالب عبد الوهاب حمدي العادي اللي كان بيتقارن عادي، ما كانش بيطلع من الاوائل عادي، لحد شهر 4 مراكم عادي، واللي الامتحانات الشامله كانت بتجيب اجله عادي، وعمره ما قفل امتحانات الدروس عادي برضه، لحد ما خد القرار اللي مش عادي، ان يكون اول امتحان يقفله هيكون امتحان اخر السنه. اللي قرر انه مش قليل، ولقى فعلا ساعتها ان شله الدحيحه ما كانوش بيشوفوا قليل، لا ده ساعتها انا اللي كنت شايفهم اعلى مني، عشان لاول مره في سن ساعتها الاقي ان انا شخص عظيم. انت بقى مش ناوي تكون شخص عظيم؟ انا اكتشفت ده متاخر، وبحكي لك القصه ديت بعد 7 سنين، مش وانا في الدراسه، لا وانا مخلص كليه الطب، عشان اقول لك اعتبرها اشاره ان الظروف الصعبه بتعمل منك شخص ناجح، اشاره تقول لك ان الظروف الصعبه بتعمل منك انت شخص ناجح، اشاره تقول لك ان مفيش حد اعلى منك، بل انت اللي بتشوف نفسك اقل، اشاره تقول لك ان المذاكره مش مجهود، المذاكره ذكاء، اشاره تقول لك ان الوقت دايما في صالحك مهما كان ضيق، اشاره تقول لك بينما انت ترى نفسك ضعيفا هناك من في اعلى الرتب يخاف من امكانياتك، اشاره تقول لك انك لما بتعاند وتستموت على حاجه وتسعى ليها، ربنا قال لك قبل ما انت تتولد بالاف السنين في كتابه العزيز وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. اسعى، ربنا قال لك اسعى والجزاء عندي، وعدك وقال لك اسعى وانا هوفيك. اشاره تقول لك في الطريق حلم لا تنسى، كل ما تنسى حاجه فكر.
بس ولله الحمد كده تكون حلقتنا خلصت، وباذن الله تعالى تكونوا استفدتوا. فلا تبخلوا بالشير عشان غيركم يستفيد. واخواتي في الله لا تبخلوا علينا باللايك، لان تفاعلكم معانا بيكون حافز ليا والفريق العمل في الاستمراريه. وعشان تشوف كل الحلقات الجايه لا تنسى يا اخي في الله السبسكرايب، تفعيل الجرس وطلع له قرنين عشان يوصل لك اشعار بكل حلقه جديده. وبالمناسبه يا جماعه كومنتاتكم انا بحب اقراها جدا، في اي حاجه عايز تقولها لي يا ريت تقولها لي في الكومنت تحت. فاكتب لنا في الكومنتات تحب نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه. يا جماعه انا بقولها بهزار، انا فعلا بقرا كومنتاتكم وبحب اقراها جدا، يعني بنقراها كلنا والله. ويا ريت تقترح علينا برضو مواعيد ثابته كل اسبوع ننزل فيها الفيديوهات. التواصل معنا بخصوص الاحياء اونلاين ثانويه عامه او حجز اي كتب لينا، والله ان هذه الكتب جباره، وهذا ليس تكبرا ولكنه تقديرا للذات. التيم اتشحول عشان نطلع لكم هذه العظمه. اي حاجه لها علاقه بالحجوزات اتواصل مع التيم عن طريق الكيو ار كود دوت، او هتلاقي اللينك في اول كومنت تحت، لان والله العظيم فايتك كتير قوي. وللتواصل معايا انا او عايز تتابع اي حاجه تخص دكتور عبد الوهاب، هتلاقي كل منصات السوشيال ميديا من تيك توك وانستجرام وفيسبوك عشان تنضم لعيلتنا وتقول لي بقينا زمان يا دكتور. لما تكون داخل ثانويه عامه وحاطط قدامك هدف ومستموت عليه، وتحاول تلاشي من دماغك فكره ان اي ماده بعبع بالرغم من مقاس العربي والانجليزي معاك، وسادد ودانك عن كلام اي حيزبونه بيتحدف عليك، وقافل عينك عن اي مقارنات بس عشان تسند نفسيتك، عشان تيجي اكتر ماده بتحبها ومتقنها وتكتشف انها البعبع بجد وتجيب فيها 22. السلام عليكم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنه مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم. في الفيديو ده هحكي لكم عن اكبر صدمه في اكتر ماده بحبها وهي الفيزياء، واللي صدمتها كبيره لان اكتشفت ده متاخر. هحكي لك ازاي قاومت السقوط عشان تبقى الانفراجه في اخر السنه. ايوه انا سقطت في الفيزياء. بس قبل ما نبدا حابب اوصل رساله شكر لكل واحد فيكم ايتها العائله الجبار على كم التفاعل والحب وكم الكومنتات المرهفه الحس اللي جت على الفيديو اللي فات. واريدك ان تعلم يا عزيزي اني اقرا تعليقك تعليقا تعليق، وربي انكم شرحتم صدري لاني احب ان اقرا ما تكتبون. اول النبي يا جدعان ده كل شويه عرفنا كومنتات بس اهو. فيا ريت تكتب لنا في كومنت تحت تحب نتكلم عن ايه في الحلقات القادمه، سواء كان يوم الاثنين او يوم الخميس او ممكن ننزل في اليومين. والله اننا لا نحب ان نكون علم ثقيله. شوف هم عاوزين يكتبوا ايه في الكومنت تحت وعناية ليه. ويا ريت تشارك الفيديو مع اصحابك عشان نكبر هذه العيله الجباره والله العظيم. ولا تنسى السبسكرايب لان نلاحظ ان معظم المشاهدات اللي بتيجي على الفيديوهات لناس مش مشتركه. ونبدا قصتنا بسم الله. الفيديو اللي فات زي ما انتم عارفين قصتنا بدأت في شهر 8 2015، وكانت البداية زي معظم اللي قدامنا بنفرمه. هات لي 9000 كتاب في كل مادة إلا الفيزياء. اشمعنى الفيزياء؟ جاي لك والله، اصبر. اشتري لي كل مذكرات المدرسين إلا الفيزياء. اشمعنى الفيزياء؟ يا عم والله العظيم جاي لك، اقسم بالله جاي لك. ولله الحمد كان كله بيتفرم أول بأول، وربي كنت جبار في فرم المنهج وتسير الأمور أول شهر بين رفاهية حل الكتب كلها وتبديل المدرسين، إلا الفيزياء برضه. والله جاي لك، صبر. بالنسبه لحوار تبديل المدرسين ده كان كل واحد صاحبي يشكل في مدرسه اروح سايب مدرسي ورايح معاه. ما شاء الله اين الكرامه لا ارى، لكن للامانه كان كل شيء ماشي على ما يرام. بس كان كل واحد مننا في ثانويه عامه كان في ماده كده قريبه من قلبه بيحب يحلها كتير عن المواد التانية، وكانت الماده المفضله للعبد لله هي الفيزياء، بالرغم ان ما كانش معايا ليها غير كتاب واحد فقط، كتاب واحد، وكمان ما فيش مذكره مدرس. وفي الواقع ممكن تقول كمان ما كانش في مدرس فيزياء. ده اللي هو ازاي؟ كلمه كمان ومرتبك هيكون في ذمه الله. والله كنت بروح للمدرس تحسه مصطبح، اللي هو شوفوا الميعاد المناسب ليكم وتعالوا. حرفيا كنا بنحدد ميعاد كل حصه، يعني بعد الفجر قشطه، 12 بالليل ما يضرش. والله بجد ما بهزرش، ده كان فعلا حقيقي. لكن ما كنتش احب استقنيص الا لما كنت استفز دماغي. كنت اقعد كده في وقت فراغي احل المسائل، وخاصه المسائل الطويله المركبه لانها كانت بتلم افكار مع بعض، لدرجه ان لما كنت بخلص حل الفصل في الكتاب اليتيم ده كنت امسك المسائل افصصها تاني واكتب عليها ملاحظات، اللي هو افرض مثلا جات لي بالطريقه كذا، لا مش عجباني، لا ده افرض جات لي بالطريقه كذا. والله ان الفيزياء بالنسبه لي كانت عشق. في وقت الفراغ كنت احل فيزياء. انا عارف ان الكلام اللي بقوله ده بالنسبه لناس كتير هو كلام كفار، لكن بالنسبه لي فعلا كان حقيقه. انها كانت بالنسبه لي مقرمشه اكتر من دبوس فرخه كنتاكي. خد هذه المعلومه الجباره عن دكتور هوب. انا اصلا كان نفسي اخش علم رياضه، لكن ساعتها غيرت رايي لان الاجره كانت غليت. كانت بقت تقريبا بجنيه الا ربع، فما كنتش بعرف احسب الاربع. اما قصه عبره والله. حتى الان تجري الرياح كما تشتهي السفن، الكتب كلها مهروسه، الطاقه في السماء. هتقولي كمان هقدر استوعب. حتى مر شهر واحد بس
حسيت ان الحمل بدأ يتقل. لسه ما كملتش الكلمة، شهر ونص عدى مع اول امتحان كيمياء، فجأة كده بدأ يحصل تسويف للمواد، او بمعنى اصح تسويف لحل الكتب. يوم واحد فقط كان كافي ان تبدأ آلية التنتيش. أتدري ما هي آلية التنتيش؟ هي آلية مقدسة عند الطالب المصري في الثانوية العامة. لما يحب يضحك على ضميره ويحلل القرشين اللي دفعهم في الكتب، يبدأ ينتش من كل كتاب كل اللي عينه تشوفه عشوائي، بس وخلص الحوار على كده. وإذا شئت يمكنك أن تسميها باسم أفضل، وهي آلية التلييط، وساعتها هتكون هذه التسمية جبارة والله العظيم. وها هو اليوم جه، يوم شامل الكيمياء، كان كافي ان انا ابدا بآلية التلييط. ان الكتب بقت شبه اكس او، احل سؤال وسؤال لا، سطر وسطر لا. تلك هي الكيمياء الملعونه والله العظيم. لو جيت سالتني اطيق العامه ما اطيقش مين، اقول لك الكيمياء. يا اختي يا اختي يا اختي. ولا مدرسه، يا انا كنت ساعتها بترعب من مدرسها لدرجه ان عملت حمام على نفسي عشان كنت خايف اقول له ان انا مزنوق. والله اني لن انسحب. واي حد في المنوفيه يعرف المدرس يقول له ابو هب يقول لك يا استاذ وليد حق البنطلون اللي ببل امانه في رقبتك ومش ناسيها لك. ده بعد اذنك يا استاذ وليد. والله انها كانت ماده ملعونه لعنه جباره والله العظيم. لو عايز تعرف قصه دكتور هوبا والكيمياء الملعونه اكتب لنا في اول كومنت تحت. يمر اول امتحان شامل، وها هي النفسيه بمشيئه الله باظت، وتحولت من موقف من ان الكتب ما كانتش مقضياني الى آلية التلييط، الى ان وصل بي الحال الى يا دوبك خلص بس اللي انت بتاخده في الدرس، خلص اجري بسرعه، ذاكر مذاكرة المدرس، ما هتنتج بعض الأسئلة من الكتب الخارجية، أو بمعنى أصح أقصد ما تبقى من الكتب الخارجية، بالإضافة إلى نكهة الكثير من الحمل وتأنيب الضمير اللي خلى معنوياتي مساوية للصفر. ويا سلام بقى بعد جرعة المعنويات الصفر دي تريح درس. شفت خلقة حد من شلة الدحيحة اللي قلنا عليها في الفيديو اللي فات، وهو بيقول لك أنت إزاي ما جبتش كتاب كذا وما حلتوش؟ مبروك، نفسيتي كده بقت تحت الصفر، خنازير. لحد ما في مره قررت زي كلنا برضو ان انا مهما حصل لازم افرم كل الكتب اللي اشتريتها. وبالفعل بدات اكروت مذاكره الحصص، ويا دوبك انجز واجب الدرس عشان ما اتهزقش في الحصه اللي بعدها، واقلل نومي عشان اقعد افضى كده وافرم الكتب الخارجيه. حتى اكتشفت اكتشافا والله انه كان فتاكا بالنسبه لي، وهو بحمد الله تعالى ان انا براكم الجديد عشان افضي وقت ان انا احل الكتب على اللي انا خدته. مما ترتب عليه الحماس بدا يقل، والمجهود بقى في ذمه الله. ما اقولكش بقى على الشغف، اخذ طعنه ملعونه، وبقى ليش غير مهرب واحد بس كلكم حافظين انه بالنسبه بقى للامتحانات الشامله بتاعت الدروس لا ملهاش لازمه. انا اقعد في البيت استغل الوقت ده عشان احل الكتب الخارجيه، والاقي نفسي بضيع وقت اكبر، ونفسيتي واحده واحده بدات تتسد ناحيه كل المواد. لا بس انام كده من غير ما اذاكر عشان ارضي ضمير المريض. ما نمشي اليوم الا لما احل الفيزياء، اللي هو انا حليت، انا ذاكرت النهارده، وعشان ارضي ضمير المريض اكتر واقول ساعتها يا علا اصل دي الماده اللي ما اشتريتهاش غير كتاب واحد وما بروحش لها لكذا مدرس، فبص هنهتم بيها اكتر. وبالفعل انا فعلا كنت شاطر فيها، الى ان اتى اليوم ان انا قررت ان انا اغير المدرس واروح لمدرس زمايلي شكروا فيه، بعد طبعا ما كله نفرني من المزاجنج. والله كان راجل رايق. المدرس الجديد بقى كان في بلد جنب البلد، فكنا نتجمع كلنا كده ويجي لنا ميكروباص اخر اليوم ويودينا لحد الدرس، نخلص الدرس ياخدنا ويروح، واستمر الحال كما هو عليه حتى اقتربت اجازه نصف العام وبدات الامتحانات الشامله. حل الامتحانات الشامله الحمد لله كل المواد درجتها زفت، وبالذات مواد البعبع. لو عايز تعرف قصه دكتور هوبا ومواد البعبع اكتب لنا في كومنت تحت. بالظبط كده زي ما عبد الرحيم قال بالظبط، الامتحان ورا التاني يحط عليا، بس ضمير المريض يقول لي يا مان ولا يهم انت بس مش في المود. اخر ماده في الشامل هتكون الفيزياء، هتجبر بخاطرك وتاخد اجازتك، وباذن الله بعدها بهجت جديد هيتولد. حتى ياتي يوم 12/1/2016 الساعه 8 مساء بإحدى المناطق بدولة المنوفية الشقيقة، وخاصة في الدور الثاني، بمنظر مهيب بقاعة كبيرة يسودها جو الامتحانات. وأنا قاعد بإذ ورق الامتحانات بيتوزع، وأنا قاعد فتحت الورقة وأنا قاعد، الزهايمر مسكني وأنا قاعد، الدحيحة بدأوا يسلموا الورق وأنا قاعد، الوقت خلص وأنا قاعد، والورق يتنتش مني وأنا قاعد، كله مشي وأنا فضلت قاعد. لك أن تتخيل منظري والقاعة فاضية وأنا في وسطها لوحدي، ودي تبقى أول كسرة نفس فعلية في الثانويه العامه، عشان انزل ساعتها من السنتر الساعه 10 وما احسش بنفسي، واسمع العيال وهم بيضحكوا يتكلموا قد ايه الامتحان كان سهل، ما احسش حتى وهم بيندهولي عشان نركب الميكروباص، ما احسش بنفسي غير الساعه 12 بالليل وانا في وسط الطريق واخدها مشي في وسط العتمه، كأن ربنا مهيأ حواليا الجو عشان اعيط. ايوه انا عيطت جامد، راجل بشنب ماشي يعيط بحرقه في الشارع عشان اوصل بيتنا الساعه 1 بالليل، وامي واقفه مستنياني على اعصابها، وتشوف ابنها الكبير جاي ودموعه مغرقه هدومه، وتطلع مني اول كلمه انا هأجل.
يفوت اسبوع الاجازه في اوضتي التي كانت تغمرها الكآبه. والله اني كنت مكتئبا كم اكتئابا جبارا والله العظيم. كل اللي كان مسيطر عليا ان انا فشلت خلاص ومفيش دروس تاني. الحلم ده مش بتاعنا يا ابو ها، فوق يا ابو ها، الحلم ده مش بتاعنا، اني مكاني الغيط. واذ بانا في عز هذا السواد الحالك واحد صاحبي جه وكمل عليا، قال لي اتفضل درجتك في الفيزياء 2 من 20. ما شاء الله ونعم اختيار الاصدقاء. وكان هذا الخبر كالقلم على خلقتي، بس للاسف ما لحقتش احس بيه لان الالم اللي بعدها كان والله اكثر ثقلا. قال ايه؟ حيزبونه من حيزبونات حياتي بترمي كلام لهم. تخيل كده ان هو نزل داخل صدري كالسهام قطعه تقطيعا. فما بالك بقى بامي ساعتها؟ مالها الورشه؟ اثرت معاكوا في حاجه؟ خليه بس يؤمر واحنا نفتح له محل جنب ابوه يقعد فيه. هو احنا عندنا كام ابو هاب؟ ده احنا ابو هاب ده بنحبه حب. بص، هو ربنا كرم البني ادم، ولكن بعض البشر يحبون أن يتشبهوا بالخنازير. لو عايز تسمع قصة دكتور هوبا والخنازير قصدي والحيزبونات اكتب لنا في كومنتات تحت. طبعا من الواضح قدامك ان دنيتي كانت ساعتها سودة. لو سمحت وقف الفيديو، وقف الفيديو وانزل تحت في اول كومنت اكتب لنا لو انت مكاني. وانت مكاني ليه؟ هو انت بالفعل مكاني دلوقتي. كل المواد ضايع فيها، اكتر ماده بحبها شايلها، حيزبونات بالهبل في حياتي، ده غير مشاكل اللي قلنا عليها في الفيديو اللي فات، وفاضل 4 شهور على امتحان اخر السنه. يلا اكتب لنا بقى هتعمل ايه. خلاص كتبت، شغل بقى. من قبل ما اقرا الكومنتات والله هقرا عزيزي، والله انت عملت سبسكرايب؟ هل سويت سبسكرايب؟ من قبل ما اقرا الكومنتات عارف ان في كتير وصل لحيطه سد زي ما انا كنت وصلت ساعتها، وعارف ان هم هيتصرفوا كالاتي: لا مش انا، مش مكاني، هأجل، أنا مكاني الغيط، يا عبود الحقني يا عبود. وإذ عبد الوهاب يفعل شيئا لم يكن متوقع على الإطلاق، بيمسك ورقة الفيزياء ما بيبصش للدرجة وبدأ يحل عادي. الأسئلة اتحلت من غير مراجعة، وبالفعل كانت الأسئلة كلها سهلة. لا، أما كان إيه اللي حصل في القاعة؟ وهنا كانت البداية الحقيقية لفيزيتي في الثانوية العامة. البداية الفعلية ما كانتش محتاجة غير 5 دقايق فقط، واقفة مع النفس لم تتعدى ال5 دقايق. قعدت سألت نفسي 3 أسئلة يسبقهم كلمة الله هو المشكلة فيا؟ الله ازاي اصلحها؟ الله ولحد امتى اعيش في الصعبانيات؟ الله. ولما جاوبت نفسي بكل صراحة تسبقها الله، لقيت ان في مصيبة كبيرة. مصيبة والله انها كانت عدة مصائب جبارة. مصيبتي في المواد اللي غير الفيزياء مصيبة كل يوم بدعي ربنا ان ما اقعش فيها. دي دعوة مكتوبة في القرآن بطريقة مباشرة، دعوة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. مصيبتي كانت في المواد التانية هو عدم التقدير الصح. المصيبة في المواد التانية اللي ما كانش فيه مصيبة اصلا، حتى في الانجليزي والعربي والكيمياء اللي كانوا بعبع الثانوية العامة بالنسبة لي. لو عايز بقى تعرف قصة دكتور هوبا وبعابع الثانوية العامة اكتب لنا في اول كومنت، والله ستكون قصة جبارة. المصيبة ساعتها ان انا كنت بعمل الصح في الوقت الغلط. المصيبة ان انا نسيت وظيفة الدرس اصلا، وان المدرسين دول بيبسطوا المعلومة في كل مادة ويعملوا لك الكتاب ويبسطوه لك ويديك افضل الاسئلة لان هو اكتر واحد خبرة، فلازم انت تسمع له. وهنا تتأكد مصيبتي اني كنت بسمع لطلاب زي زيرو ثانوية عامة خبرة باي حق. لما حد يقول لي انت ازاي ما تحلش الكتاب كذا، اسمع له ليه اصلا؟ هو ليه المفروض ان انا احل؟ طب ما هو الكتاب ده كتاب مدرس عامله لطلابه، طب انا ليه ما اسمعش مدرسي واحل كتابه هو؟ ما هو عامل لي الكتاب زي ما المدرس ده عامل الكتاب لطلابه. يعني مثلا انا دكتور عبد الوهاب لاني بدي درس احياء اونلاين لثانويه عامه، عملت كتاب شرح وحل وتجميع الافكار لكل طالب في ثانويه عامه، وانا بعمل الكتاب ده بيبقى غرضي ان اللي يحله كانه حل كل الافكار اللي موجوده في كتب السوق عشان اقلل المجهود اللي واقع على الطالب، وكمان بقعد احل معاه سؤال وافصصه له. ده غير المعسكر زي المعسكر اللي هعلن عنه في الفيديو الجاي ان شاء الله. وانا من الناس الصريحه جدا مع طلاب، انا بشرح لك كذا واعمل لك افكار في الحل كتاب كذا وكذا وكذا، ده غير كتاب كذا اللي احنا بنحله. والله اني احب علاقتي بطلابي حبا جبارا والله العظيم. وجزء من الحب ده ان هيبقى فيه ان شاء الله مراجعات الاسبوع الجاي اللي هيبدا في مدن الصعيد مدينه هقابل طلابي هناك. فيا ريت تنضم لجروب التليجرام اللي تحت في اول كومنت عشان تبقى عارف مسار رحلتنا اول باول، لان انا نفسي اشوفك. وانا في ثانويه عامه ما كانش فيه دكتور عبد الوهاب يعمل لنا انا بعمله لكم ده. انا بقى كنت بعمل ايه؟ في بقى نوعيه من الطلاب يروحوا يشتروا كتاب متجمع الافكار بتاعته، كده هتحله، كده هنحله. وهنا الوقوع في المصيده، تحميل النفس ما لا طاقه لنا به، وده اللي انا وقعت فيه. كانت المصيبه دي في كل المواد الا الفيزياء، لان الفيزياء ساعتها ما كانش عندي اوبشن غير كتاب واحد، وسبحان الله لما بقى كتاب واحد اتصرفت معاه صح، او بمعنى اصح اديته حقه.
فصصت كل سؤال، عصرت، خدت فايدته. عشان كده انا ما حسيتش بتقله، استفدت اكتر من الماده. بالنسبه للمواد التانية اللي اشتريت فيها اكتر من كتاب، هل فعلا انا حليت فيها اكتر من كتاب؟ لا، الغرض ساعتها كان ان يتقال لي ان انا حليت اكتر من كتاب، ونسيت وظيفه الكتاب الاساسيه، وهي ان تديني افكار، ان انا امسك كل سؤال افصصه، زي كتاب ادرينالين اللي انا بعمله معاكم كده بالظبط. والله ان هذا الكتاب به افكار جبار. زي ما عبد الرحيم قال بالظبط كده. بالنسبه بقى للفيزياء، هي اللي كانت فيها مصيبات الاكبر. المصيبه الاكبر كانت في الفيزياء، وهو اكتشاف رهاب الامتحان. بمعنى ان انا لما اتحطيت جوه امتحان الثانويه خفت فتوترت فما عرفتش احل، ورب ضرة نافعه. وكل ماده من المواد الثانويه كانت ليها فضل عليا في تطوير مسار كبير قوي في حياتي. ولو انت دلوقتي عندك مشكله في ماده او اتنين، فالعبد لله كان عنده مشكله في السبع مواد، وليا في كل ماده قصه، وكل قصه كان فيها العبره. حتى اكتر ماده حبيتها وهي الفيزياء صدمتني بالاتنين من 20 عشان اطلع منها بعبره. عبره ان لولا 2 من 20 ما كنتش هدرب نفسي على جو الامتحانات، لولا الاتنين من 20 ما كنتش هقف مع نفسي، لولا الاتنين من 20 ما كنتش هبقى قاعد القعده دي، لولا الاتنين من 20 ما كنتش هبقى دكتور. وبعد 8 سنين دكتور عبد الوهاب جاي يقول لك بنفسه ان الاتنين من 20 بتاكد لك ان في الطريق حلم لا تنساه، وكل ما تنسى حاجه فكر. ولله الحمد تكون كده وصلنا لنهايه الحلقه، وباذن الله الافاده كل مره بتكون اعلى، فلا تبخل بالشير عشان غيرك يستفيد. وما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس وتطلع له قرنين عشان يوصل لك اشعار بكل حلقه جديده، وعشان نكبر هذه العيله، عائله دكتور هوب. وبالنسبه بقى للكومنتات بتاعتكم فانا اعشقها. بص، كومنتاتكم دي انا باخدها كده قبل ما انام في حضني كده. فيا ريت بقى نفجر الفيديو دوت لايكات وكومنتات ومنشن لزمايلكم، والاشتراك في الاحياء، شرح وحل ومتابعه ومعسكرات اونلاين، او حتى حجز الكتب الجباره بتاعتنا. اتواصل مع التيم اللي هتلاقي اللينك بتاعه في اول كومنت، او بص الباركود اللي هيظهر لك على وش عبد الرحيم ده، لان فايتك كتير قوي. ولا يا عبد الرحيم؟ فايتهم كورس جبار. ده هو ادبي وحافظ الاحياء اصلا. ولو عايز تتواصل معايا او تتابع اي كواليس من حياتي في شغل هنا، او حتى شغل في المستشفى، او حتى وانا بعذب عبد الرحيم، كل ده هتلاقيه على منصات السوشيال ميديا من تيك توك وانستجرام وفيسبوك، عشان نتقابل في يوم وتقول لي بقينا زمايل يا دوب. لما تكون في ثانويه عامه والفيزياء حاطه عليك، والعربي عامل لك عقده، والانجليزي زي البعبع في حياتك، وتروح وتلاقي جدول الامتحانات نزل وفاضل على الامتحانات 90 يوم، فتيجي الكيمياء اللعينه تكمل السلسله وتخليك تعمل حمام على نفسك فعليا. السلام عليكم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنه مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم. قبل ما نبدأ حبيت أشكركم على الروح الجميلة جدا منكم، والله هذه نعمة من الله، ودايما في دعوتي المستمرة اللهم حبك وحب من يحبك، فوالله إني أحبكم فيه. بالنسبة بقى للكومنتات الجامدة اللي على الفيديو اللي فات، ما هذا الجمال يا عزيزي، وربي إنها تفجر قلبي تفجيرا، أعشقها عشق ورق العنب للرز، وعشق البسلة للطبيخ، وأعشق قراءتها، أحس كده إن أنا في عزوة وعيلتي بتتضخم. علشان كده هنعمل حلقة نرد فيها على هذه التعليقات، تعليقاتكم انتم الجباره والله العظيم. وانت بقى بتكتب الكومنت تحت وانت طالع، اضغط على زر اللايك والسبسكرايب وطلع له قرنين عشان يوصل لك اشعار بكل حلقه جديده. لن اقبل باقل من 900 مليار برو ماكس فاكس لايك. ربي انكم عائله جباره قادرين على فعله. ونبدا بسم الله. في الفيديو اللي فات عرفتوا قد ايه انا كنت بحب الفيزياء، وقد ايه انا كنت بهرب معظم الوقت من حل المواد التانية بمذاكرة الفيزياء. يبدو ان هذا الكلام لبعض الناس ما هو الا كلام كفار، ولكن سبحان الذي خلق هذا العقل الذي احب القوانين والمسائل. شايف العقل ده هو الذي لم يطق يوما الجدول الدوري او حيرة المعادلات. مش هقول لك قد ايه انا كنت بذاكر واقطع في الكتب من المذاكرة، وجيت في الاخر اتصدمت بدرجات الدروس. لا والله يا عزيزي، بدون افلام او لف ودوران، هي بسم الله بدأت الكيمياء. مع اول معادلة حديد والله اكتشفت اني مكاني مش هنا، مكاني الغيط يا عزيزي. لا، ما ينفعنيش الحال ده. عطوني ناو احسن مدرس كيمياء في البلد بتاعتنا، قعدوا يدلوني بدون ذكر اسماء. اول حرف من اسمه استاذ وليد. وما ادراك ما استاذ وليد؟ قليل التحدث، سريع الكلام، حازم الراي، لا يعرف معنى كلمه الابتسامه، ويده تسبق لسانه. واهم من ده كله ان اسهل كلمه عنده اطلع بره. هذا المدرس كان اكبر مصدر رعب ليا في ثانويه عامه، والله انه كان مدرسا جبار والله العظيم. اول يوم جاي احجز، استاذ وليد بلا هدف، اطلع بره. ايه ده، في ايه؟ هو كده شكلك مش عاجبني. هيخو وانا اللي طلابي فاكريني متنمر. والله عندهم حق. طب والله عيب عليك، انا عمري تنمرت على حد يا حته ضفدع ناطقه انت؟ ايه ده، في ايه؟ وانا كده تنمرت صح؟ انا تقريبا كده اتطردت قبل ما ابدا. طب انا اعمل ايه؟ مستقبلي هيضيع. ده قنديل الكيمياء الوحيد اللي كله بيشكر فيه،
لحد ولله الحمد شفت له واسطه وتم الحجز بنجاح. اجازتنا خلصت واذ باول حصه في المجموعه. احنا كمجموعه متجمعين قدام السنتر مستنيين المجموعه اللي قبلنا لحد ما تطلع، واذ بالاذان يؤذن. فالعبد لله مقرر من اول الثانويه كل صلاه لازم تكون في الجامع. رحت اصلي ورجعت، واذ بالمجموعه اللي قبلنا خرجت وانا بقرب. مجموعتنا بتخش واحد ورا التاني وانا بقرب. اتبقى 3 وانا بقرب. 2 دخلوا وانا بقرب. 1 يخش وانا بقرب. لسه احط رجلي يا عزيزي واذ بالباب يترزع في وشي. اخبط بكل ذوق ما يردش. يا استاذ وليد ما يردش. خص عليك يا استاذ وليد، افتح لي يا استاذ وليد. والحمد لله الباب اتفتح، ويا ريته ما اتفتح. للاسف مش هقدر احكي لكم ماذا حدث بعد فتح هذا الباب اللعين، لان اليوتيوب يرفض سياسه العنف ضد الاطفال. بالاضافه الى ان هذه ذكرى من الذكريات التي لا احبذ ذكرها على الاطلاق، عشان بعد كده يكون بحمد الله دي اول ماده من مواد البعبع. بدايتها شبه قل الصباع، وعلاقتي بمدرسها حدث ولا حرج. بيحبني الاستاذ وليد فما بقاش طايقها نهائيا، ومذاكره الكيمياء وحصتها بقوا من اكبر الكوابيس رعبا ليا. ولله الحمد علاقتي بالكيمياء بقت طينه، وزي معظمنا طبعا بسبب المدرس بقت الطينه معجونه اكتر. وتمر الايام وانا بترعب من قنديل الكيمياء. بدخل الحصه ادعي ان هو ما يسالنيش، في كل صلاه بدعي ان الدور ما يجيش عليا في اسئله الواجب، لاني كنت من النوع الانطوائي جدا وعندي رهاب اجتماعي، وكمان بخاف منه والله. تخيل يا عزيزي، تخيل لو انت شخص بالمواصفات دي والمدرس جه يسالك، تخيل بس كده هتبقى عامل ازاي وانت بتجاوب لنا في الكومنتات تحت. من كتر رعبي من مدرس الكيمياء كنت بخاف اساله على اي حاجه في الدرس، وده زي معظمنا، الى ان وصل الحال الى الحد الذي لا يمكن السكوت عليه. في يوم من الايام انا بحصه الكيمياء في حصه متنشنه والوقت غير مناسب تماما، المثانه بدون هدف، ابغي ان اتبول هالحين. يا وليه اصبري، لا مش قادر، يا وليه شويه وهنمشي، يمين بعظيم طب اهو، وتعملها المثانه الغداره، مش قادر اكمل. ماشي يا استاذ وليد، البنطلون اللي ببل وباظ ساعتها في رقبتك ومش هسامحك لحد يوم الدين يا استاذ وليد، وربنا يستر. من اول السنه كنت ماشي في الكيمياء ومفيش جديد، اروح اذاكر واحل المطلوب مني، مفيش فرصه ان انا اراجع، انا عندنا القنديل بيكهرب، وها هي تقترب اجازه نصف العام ويبدا اوكازيون الشوامل. طبعا هذا لا يفوت مين؟ برافو عليك، قنديل الكيمياء، عشان يقرر يلسعنا شامل، وقال ايه اللي هيقفل ليه جايزه. ساعتها لو كنتوا سمعتوا قصه دكتور هوبا والثانويه العامه هتعرفوا ساعتها ان مواد البعبع قتلت فيا الشغف، حتى اتت اجازه نص السنه وفوقان امتحان الشام. وكان اول سبب في الفوقان دوت هي الفيزياء، زي ما عرفتوا من الفيديو اللي فات. واحد مقتول شغفه بسبب مواد البعبع، وبالتالي ماليش اي شغف ان اقفل الماده دي. انا كل اللي عاوزه اجيب درجه حلوه علشان ما اتطردش واخد الاجازه، وكفى الله المؤمنين شر القتال. امتحان عدى يومين، وكان بعدها امتحان الفيزياء اللي حكينا عنه الفيديو اللي فات. والفيزياء بالذات هي اللي كانت فارقه معايا، لان دي الماده اللي كنت بذاكرها كويس وهي اللي بحبها. فلما اتصدمت فيها بجد كان اسبوع الاجازه كئيب، لان جبت في الفيزياء 2 من 20. وزي ما قلنا قبل كده ان ساعتها قررت ان انا اجل، وقضيت الاجازه في اكتئاب، وقعدت اسبوعين كاملين ما انزلش الدروس بعد الاجازه. والله انها كانت اجازه ملعونه لعنه جباره والله العظيم. ولما قعدت مع نفسي وفقت من التلوث ده عشان ارجع درس الكيمياء، ورحت في الميعاد دوت متاخر، واذ بي اقترب ناحيه الدرس. ايه ده؟ الباب مفتوح عادي كده؟ هو كان بيقفله في وشي بس ولا ايه؟ ولا يكونش استاذ وليد قرر انه يبقى استاذ وليد الطيوب؟ واذ بي ادخل واجد حفله، الله بيحتفلوا بيا. ايه يا عزيزي انت مالك ضحكت كده ليه؟ اكيد يعني لا، ده كان تكريم يا حبيبي الاوائل بتوع امتحان الشامل. دخلت وبضحكه سخريه يليها يليها ايه؟ وقايس باستاذ وليد بينادي الاسماء وبيمل الدرجات، وكل واحد بيقفل ليه جايزته. طبعا انا واحد مستبعد اسمي تماما منه، اسامي ورا بعض اسم ورا الثاني، واذ به ينادي على العبد لله عبد الوهاب حمدي مرشد. اكيد بعد السسبنس ده قفل. يا ابني بص، انا والكيمياء والقبول مفيش مكان بينا، ولكن حدث ما لا يتوقع. انا نقصت درجتين 2 بس. اصدقائي الاثنين اللي جنبي الاثنين قفلوا وخدوا جايزه، بس اكيد طبعا مش زي جايزه المعسكر 5000 جنيه، والله العظيم جبار هذه الجايزه. كان جايزه استاذ وليد ساعه، طبعا مش دي. واحد هيطلع دلوقتي يقول لي يا دكتوره ما تقفرش يا دكتوره، هجيب لك انا ساعه ولا يجرك زعل الناس. عزيز لا يا عزيزي والله انت تشكر وهديتك على العين والراس، بس تخيل كده معايا استاذ وليد يديك ساعه لا وكمان هديه. يا ولاد، خدنا الحصه وطلعنا على درس تاني. حاسس ان في ردود افعال غريبه وكآبه منتشره ما بين العيال فجاه. في ايه يا جدعان مالكم؟ واذ خبطه في وشي
جدول الثانويه العامه نزل. وطبعا رد فعلي كان زي اغلبكم، انا حرفيا ساعتها شرقت وانا ببلع ريقي. روحت البيت واليوم كله ضاع في التفكير وبس. الفيزياء وظبطت، الجيولوجيا ابلع ورص مفيش منها خوف، الاحياء والمتعه كلها، الفرنسي جي سوي دان لا ميزون ربع ساعه قبل الامتحان وهتتلموا وخلصوا، انجليزي وكيمياء وعربي بعابعي في الثانويه العامه. لو عايز تعرف قصه دكتور هوبا وبعابع الثانويه العامه اكتب لنا في اول كومنت. وكانت بدايه التغيير مع الكيمياء، ومن النهارده بهجه جديد بيتولد يا كيمياء. ركزت اللحظات هو انا ازاي جبت الدرجه دي، ويبدا مخي يطمع، ده انا نقصت درجتين بس، لو كنت جبتهم كان زماني مقفل. فمخي يطمع اكتر، هم دول ليه يقفلوا وانا لا؟ واذ بذروه الطمع في مخي يا انا يا الكيمياء. عشان نبدا فصل جديد في حياتي انا والكيمياء لازم يبقى فيه قبول، بس ازاي اعملها؟ بدات احدد المشكله، وكانت والله بدايه الانفراج. علشان ابدا بالصح، الصح اني ابطل اقول ان انا ضايع في الكيمياء. مش منطقي خالص ان انا ضايع في الكيمياء كلها وغلطان درجتين بس. ومن هنا تاتي اللحظه امسك ورقه الامتحان وادور على غلطاتي، امسك الكتب وادور على غلطاتي، واذ بي اكتشف اكتشافا وربي جبارا والله العظيم ثلاثه، الاقيني بغلط في حتت معينه. كانت معظم غلطاتي في موضع معين. غلطاتي كانت بتتمحور حول معادلات الكيمياء، ايه بيدي ايه وايه بيجي منين. واتاكدت من دوت كل ما تعمقنا اكتر في العضويه، لان فيها المعادلات كانت بتزيد. واخيرا تم تحديد المشكله. هو انت فاكر دي سهله؟ اثبت لك ان ده بدايه الحل. تخيل كده يا عزيزي وانت بتتكلم على ماده كلها وعمال تقول انا ضايع فيها، عقلك اللاواعي تلقائيا يقول لك كنسل الماده دي، ويبدا الشيطان يستلمك يقول لك لا 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 دي كخه دي سيبها، وتخش ساعتها في حاله التوهان وتبدا في حاله تانيب الضمير. كل الاحاسيس دي تحسسك ان وقتك عمال يتاكل، وعشان تهرب منه تهرب منه. عشان يجي القرار اني اركز على نقاط الضعف كل يوم بحيث اني اقويها. طب اجيب الوقت منين؟ وربي مع تحديد المشكله فجاه الوقت كان عندي. والله العظيم كلنا عندنا الوقت. ركز كده، النصايه اللي بنضيعها قبل ما نروح الدروس ليه ما نخرجش قبله ب5؟ الصياح اللي بنضيعه مع اللي حوالينا عشان ناخد جرعات من الدوبامين تحت مسمى التعاطف اللي بيأثر على ضميرك، بيقول لك يا ضمير كده انت عملت اللي عليك يلا نام. الوقت اللي بيضيع في الهروب بالنوم تحت مسمى مش عارف اقوم. لو جيت تركز فيها هتلاقي انك مخك مش عاوز يقوم علشان ما يخشش في دوامه التوهان دي، لانك لما بتصحى وتخش في الدوامه دي هتشغل كل وقتك بالتفكير، فتحس ساعتها ان مفيش وقت. عشان بالفعل تكون دي افضل بدايه، هي بدايه تحديد المشكله، ويبقى ده هو المبدا اللي انا بمشي بيه في حياتي. طب هتحل مشكله الكيمياء ازاي؟ لا ما اقولش كده تاني. قررت ان انا اقول هحل مشكله معادلات الكيمياء ازاي، بسطتها لمخي وهضحك على عقلي اللاواعي. واخيرا فهمته وضحكت عليه. والله اني كنت صايعا صياعه جبارة والله العظيم. انا من الناس اللي دماغي فوتوغرافيه، يعني ما تكتبليش كلام، اوصف لي في رسمه، ارسمنا الرسمه هتتحفر جوه دماغي. استغليت النقطه دي والله العظيم استغلالا جبارا. يلا نلعب مع المخ ونحط قدامنا هدف ان انا الم كل معادلات الكيمياء بشكل هندسي كانه طريق متربط ببعض، اللي مع الوقت اكتشفت ان دي طريقه علميه صحيحه للم المذاكره اكبر كم ممكن في اقل مساحه ممكنه. راح يربط لك معلومات كتير في اقل وقت ممكن، لان في الحاله دي هتكون كل المعلومات عينك شايفاها، عينك شايفه اللي في صفحه 1 واللي في صفحه 20 في ورقه واحده. وياتي من هنا خلق لحاله التربيط، واكتشفت ان الطريقه دي اسمها الخريطه الذهنيه. هتقول لي يا دكتور الخرايط دي ما هي موجوده عندنا اصلا. هقول لك يا قلب الدكتور على ايامنا انا 1900 وخشبه ما الكلام ده ما كانش موجود. وحتى لو موجوده دلوقتي، هل تعلم يا عزيزي ان معظم مبيعات ايكيا تعتمد على تحدي مخك انت؟ بيحسسك بالانجاز الرهيب فتحب الحاجات بتاعته، يبيع لك الاساس متفرغ وانت تجمعه فتحس ساعتها بالانجاز وترتبط بالحاجه دي لانك اسستها حته حته. كذلك الورقه بتجيلك جاهزه مع الكتب الخارجيه، بتاخدها تقراها بسرعه. هل انت اللي بنيها؟ لا. وبالتالي عايز تثبت دي اعملها انت بايدك. حتى جاء وقت تنفيذي انا، وبالفعل لما عوزت الوقت لقيت النوم فجاه قل، الهروله وانا رايح للدرس وانا راجع منه دماغي مشغوله بهدف. وبالفعل يا عزيزي بعد اسبوعين كاملين بربط فيهم كل معادلات الكيمياء. بدا بورقه صغيره عشان كل حصه يتضاف معادلات اكتر اروح اضيفها على الورق في الخريطه. فمع الوقت الورقه بقوا 2 والاتنين بقوا 3 لحد ما وصل كل معادلات الكيمياء متجمعين مع بعض في 6 ورقات في صوره بازل. عشان اقرر في يوم ان انا اجيب
لوحه واحده واعيد رسم كل الورق ده فيها. ايوه يا عزيزي، كل معادلات الكيمياء كلها اتحفرت هنا معادله معادله. اللوحه رسمتها بالكامل وكنت فاكر كل معادله مكانها فين بالظبط. مع الوقت يا عزيزي من كتر التكرار لقيت نفسي بعرف اوزن المعادلات من غير ما افكر. اسبوعين 2، كل يوم ساعتين 2. الساعتين كانوا جنب دروسي، الساعتين دول ما كانوش موجودين، لكن لما عوزتهم جم. الساعتين اثبتوا لي ان ماده جباره زي الكيمياء تتلم. وبعد الاسبوعين لقيت ان بالفعل الكيمياء اتفرمت. طيب والساعتين اللي كنت شغال فيهم بقوا فاضيين يا عزيزي، نسيبها في رحله اسمها العربي حان وقتها. لو عايز تسمع قصه دكتور هوبا والعربي اكتب لنا في اول كومنت تحت. لو ركزت يا عزيزي في كل ماده في الثانويه العامه هتلاقي لي فيها قصه كان ممكن تعدي وتدفن كتير زي قصص في حياتنا، لكن بالرغم من ضيقهم ساعتها الا اني ما انكرش ابدا الجميل، لان دول كانوا سبب تغيير كبير قوي في حياتي للاحسن. في الفيديو دوت اتعلمت من الكيمياء ان كانت السبب الاول ان اتعلم كيفيه عمل الخرائط الذهنيه اللي طبقتها في سنه ورا سنه في كليه الطب، وكمان طبقتها في شغل معاكم في الثانويه العامه. فاكرين اول يوم وانا بقول لكم ان الدعامه اعملها لكم في 4 ورقات، والهرمونات 3 والمناعه 3 والتكاثر 6، طلعت لي زي البعبع وساعتها كده ده تلخيص. سبحان الله دلوقتي ما انتوش عارفين تذاكروا غير منه. الكيمياء كانت السبب ان انا اقول لك ان في يومك في وقت، وهثبت لك من السبت الجاي ده لما ابدا ادربك على ساعتين كل يوم لمده اسبوع نفرم فيها من الهرمونات للمناعه شرح وحل، وانت شغال جنب دروس وانت بتذاكر وانت بتعمل يومك عادي، كل ده لمده اسبوع. وبعد ما نخلص اقول لك اهو يومك اهو بقى في ساعتين فاضيين، يلا ها استثمروا زي ما عملنا في الاحياء، انقش في ماده ثانيه. عشان ارجع واقول لك دايما ان في بدايه كل فرج يسبقه ضيق، عندما ياتيك الضيق انبسط يا عزيزي فالانفراجه قادمه. متضايق من ايه؟ من جدول الثانويه العامه؟ جدول الثانويه العامه كان الضيق اللي شعل انفراجه الكيمياء. جدول الثانويه العامه كان السبب ان اعرف ان في وقت. جدول الثانويه العامه كان الشراره اللي اكتشفت بيها طريقه مذاكره بتنجز الوقت. جدول الثانويه العامه كان السبب ان افهم ان المذاكره ذكاء اكتر ما هي مجهود. عشان بعد 8 سنين دكتور عبد الوهاب يقول لك ان جدول الثانويه اللي مضايقك بيفوقك ويقول لك ان في الطريق حلم لا تنساه، وكل ما تنسى حاجه فكرك. ولله الحمد كده نكون وصلنا لاخر الحلقه، وباذن الله يا عزيزي الافاده تكون جباره اكتر من كل مره. فلا تبخل بالشير والمنشن عشان غيرك يستفاد، ولا تنسى اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس وطلع له قرنين عشان يوصل لك اشعار بكل حلقه جديده وتكون اول واحد يشوفها يا عزيزي. اوعى يا عزيزي تركنها يا عزيزي عشان نكبر ونكون عيله جبارة والله العظيم. بالنسبة للكومنتات يا عزيزي وربي أعشقها عشق المسك لثوب الحاج في أول أيام العيد، أبغي تفجير الكومنتات واللايكات. عاوزين نوصل ل 900 مليار لايك، ما تسألنيش ازاي، أنا عاوزها. ولا حجز كتبنا أو الاشتراك في الأحياء شرح وحل ومتابعة أو معسكرات، اتواصل بسرعة مع التيم، قول له يا تيم بسرعة عشان مزنوق. هتلاقي لينكهم في أول كومنت تحت، او بسرعه اعمل سكان للكيو ار كود ده عشان فايتك كتير والله. ولو عايز تتواصل معايا شخصيا او تعيش معايا كل كواليس حياتي، دي منصات السوشيال ميديا من تيك توك وانستجرام وفيسبوك عشان نتقابل وتقول لي بقينا زمايلي يا دوك. الراجل جه من المستشفى ما غيرش حتى هدومه ونام وهو شغال. دكتور صباح الخير. صباح النور. ده ايام الثانويه كنت افهم من اللي انت فيه دلوقتي. ثانوية؟ والله ثانويه، والبابا اللي انت كنت مسموه العربي ده. عربي لا. السلام عليكم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم. أدري يا عزيزي أنك تريد باقي الحكاية، لكن ما أنت لو متابع الفيس ولا الانستجرام هتعرف أن أنا الفترة اللي فاتت كنت مليء بالصياح في الشفتات في المستشفيات. والله إنها كانت صياحات للركب. نعمل إيه بقى يا عزيزي؟ أنت اللي مش متابع بس هل تعلم يا صديقي ما الذي يهون علي شفتاتي؟ الضغط النفسي والصياحات المتناثرة وقطرات الدماغ المتطرطشة. هي تعليقات ده بجد والله العظيم. بعد يوم صعب وشديد جدا معايا في كل يوم في المستشفى باجي في اخر اليوم افتح تعليقاتكم الجميله، ما تعرفوش والله ده بالنسبه لي نفسيا بيعمل فيا ايه. لما بعد المعجنه اللي بشوفها طول اليوم والاقي في اخر اليوم كده عيلتي بتقول لي معلش بتطبطبوا عليا. كومنتاتكم والله انها لا تشرح صدري وتريح قلبي، وربي انكم عائله جباره والله العظيم. فاني احبكم في الله واتمنى الا تقطعوا تلك الكومنتات الجميله، وباذن الله نوصل الكومنتات بتاعت الفيديو ده ل 900 مليون كومنت. ان ازاي اقول لك والله انكم جبارين وقادرين على فعله. واوعدكم باذن الله تعالى ان مغامرات دكتور هوبا في الطوارئ هتنزل باذن الله على القناه الثانيه. ايه ده يا دكتور هو انت عندك قناه ثانيه؟ والله يا عزيزي تلك القناه بقالي سنتين ما قربتلهاش. ايوه هي القناه اللي عشش فيها العنكبوت دي. هيا يا ايها العائله الكريمه فلتنطلقوا الى تلك القناه
ولتهجموا عليها هجمة الأسد على الفريسة. عايزين نقفلها ل100,000 مشترك. أنتم عائلة كبيرة وجبارة قادرين على فعلها. ليه يا دكتورة؟ علشان بكل بساطة ده هيكون حافز كبير جدا ليا أنا والتيم إن احنا نشتغل على المحتوى القادم بإذن الله عليه. هحط لكم لينك قناة تانية ومنصات الفيسبوك والإنستجرام عشان تتابعني يا عزيزي، وكمان هتظهر لك على الآية اللي هتبقى فوق هنا. هنسيب القناة ديت؟ خسئت يا ولا خسئت. لا تنسى أن تضرب زر اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس وتطلع له قرنين وتشير الفيديو مع اصحابك عشان نكبر تلك العائله الجباره ونبدا بقصه بعبع العربي وبسم الله. كما تعلمون في الاجزاء السابقه ان الثانويه العامه حجي بدات شهر 8 2015، وزي ما انتم عارفين برضو ان اكتر ماده كنت بهرب ليها من المواد التانية هي الفيزياء، وربي اني كنت اعشقها. اي نعم زي القصه اللي فاتت عرفت ان انا اتصدمت في امتحانها ب2 من 20، ولكن تعلمت منها الدرس، وبفضل هذه الدرجه الملعونه تجبرت وطغيت في امتحان الفاينل واتيت به في شوال حتى قبضت 60 من 60. لكن يا عزيزي حضرتك ما سالتش نفسك انا كنت بهرب من انهي ماده للفيزياء؟ ايوه انها اكبر بعابع الثانويه العامه بالنسبه لي، إنها اللغة العربية الفصحى. زي أغلبنا كانت أكبر مشكلة بالنسبة لي بتواجهني في العربي كان هو النحو. حرفيا كان مستواي في النحو 1 من 100. ليه مش 0؟ عيب عليك، خرزمتي لا تسمح. كنت بعرف اعرف المبتدا والخبر في اي جمله، اول كلمه في الجمله تبقى مبتدا على طول. حتى صدمتني اول كلمه في الجمله كانت فعل وعرفتها مبتدا. مبروك كده بقيت 0. هذه الماده كانت بالنسبه لي بعبعا جبارا والله العظيم. زي اغلبنا كنا جبارين متكبرين في كل المواد اللي احنا ما بنحبهاش، نهرب منهم بالمواد اللي احنا بنحبها. ايه ده احنا بنكره كل المواد؟ ماله النوم اثر معاك في حاجه؟ اجل يا عزيزي بدانا نهرب بالنوم زي اغلبكم كده بالظبط. دلوقتي مش قادر افوق يا دكتور، شوف لي حل نوم يا دكتور. اكتب لي في الكومنتات تحت ما هو حل النوم وهقول لك يا عزيزي في الفيديو الجاي. من اول السنه كنت ماشي مع مدرس اقل ما تقال عن حصته انها تمشي بالبركه. ساصف لك يا عزيزي وربنا يستر. زي اي واحد مستواه زي الزفت في ثانويه عامه في العربي. مين اشهر مدرس؟ لا مش هنقول اسماء، اسمع مني بس بلاش اسماء مدرسين. يمكننا ان نصفه بانه الاستاذ الجبار ذو الكف المحتار المولع نار. رحت احجز قالوا لنا ده في مشوار، جيت له تاني اسفين حجزك طار. ايه ده؟ هو انتوا فاكرينها على هطه؟ ده انا عبد الوهاب الجبار، شمين يمال واذ بالقلب مال، واذ بالاستاذ وافق ان انا اكمل معاه. ما اكيد مش متاسس كويس، اصله ما كانش عندي في اولى وثانيه ثانوي. يا عم صلي، ثانوي مين؟ ده انا ما حضرش اعدادي اصلا، انا طالع من ابتدائي على ثانوي على طول. يلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اديني 3000 كتاب في العربي، 9000 ملزمه، وكتاب النحو بتاع المدرس، وقمت لاحف كل ده على ظهري في شوال. تقولش جابر ابن حيان رايح حلقه علم. بسم الله. اول حصه افتح الباب الاقي مجموعه كبيره وجباره صف وراء الاخر وبيمشوا بالدور في بدايه كل حصه. لازم يتم اعراب قطعه نحو. يا عزيزي مش زي اللي في دماغك، مش قطعه نحو كل واحد يعرف كلمه، لا والله كل واحد يقوم ويعرف قطعة من أول كلمة، فسفوسة فسفوس، كلمة كلومة. وخلال 5 دقايق صوت عالي يجلجل القاعة، كل كلمة الواد يعربها الأستاذ عاش يا هلا، الكلمة الثالثة تتعرب الأستاذ تربيت يا هلا، الكلمة 20 تتعرب الأستاذ وهو ينظر ليه شفتوا اللي معانا من أولى وتانية بيحلوا إزاي؟ العبد لله شاف المنظر كان إحساسي ساعتها يا دكتور أنا مكاني مش هنا، أنا مكاني الغيط، وداني طولت في اللحظة دي، وإذ أجد نفسي تتوحم على البرسيم. طبعا حدث ولا حرج، أول صف هو عبارة عن شلة الدحيح، العيال بيقوم واحد واحد كل واحد يخطف له قطعة في دقيقة، والأستاذ واقف جنبهم بيحفزهم. عايش يا هلا، سوق يا هلا. والله كان بيعمل كده والله العظيم. هلا هري هلا رائع جبار. الأدوار تعدي وإذ بالأستاذ فجأة أبو ها دورك يا ابو ها اعرب. واه اعرب ايه؟ انا اول حصه. ايه ده انت كمان بترد عليا؟ يا عم رد وانا قلت حاجه؟ انت كمان بتعلي حسك عليا؟ واذ بكرباج اطول من برج ايفل جابه من جيبه ما تعرفش ازاي، هو في اول القاعه والعبد لله في اخر. واذ بكرباج سوداني وزربين والنوى على جدتي. والله انها كانت لسعه جباره والله العظيم. لسه ما قلتش اي. واذ بخنزير من شله الدحيحه. يا استاذ يا استاذ هعرب هني شبح كده، انت شبح يعني؟ هات رقمك بليز يا ولا بليز، مش قادر استحمل كاريزمتك. خلصت الحصه دي واليوم ده جه بعده درس الكيمياء. ما شاء الله انه كان يوما مش هقول بقى. تخيل كيمياء وعربي في نفس اليوم، والله انهم كانوا اسوأ من نبطشيات الطوارئ عزيزي. مش لاقي وقت اغير، ومش اي نبطشيات،
طبطشيات في يوم الإسعاف. لا تنسى يا عزيزي القناة الثانية سيتم تنزيل بها مغامرات دكتور هوبة في استقبال الطوارئ. ربنا يستر، والله إنها مغامرات جبارة والله العظيم. بما انك عرفت قصة كل المواد والنهارده العربي، اللي جاية اخر بعبع وهي الانجليزية. لمعرفة قصة دكتور هوبة والانجليزية اكتب لنا في اول كومنت، ويا عزيزي مش هتنازل ان انا اوصل الفيديو ده 900 الف مليون كومنت. ايه 900 الف مليون دي؟ 900 الف مليون دي. يعدي يوم ورا التاني والاستاذ الجبار ابو كف نار كل حصة يلا انا يلا غش يلا اللي بعد، وهم نفس الناس اللي بيحلوا كل مره، واللي واقع بيفضل واقع لانه ما بيستفادش حاجه، لحد اليوم اللي قررت فيه ان الدرس ده بلح لا مؤاخذه يا عزيزي، وقلت ان انا هقعد مع نفسي طبعا واذاكره جامد، جامد خالص اكيد. ايه ده فات شهرين؟ أنا آسف. العبد لله يروح يجيب كتاب العربي. أيوة بعد شهرين لما بدأت أفوق من صدمة الفيزياء. إيه ده يا عزيزي أنت ما سمعتش الفيديوهات اللي فاتت؟ اخص عليك عزيزي. خصم خصومة يلا. إيه خصم خصومة دي؟ إيه خصم خصومة دي؟ هحط لك باقي أجزاء القصة اللي فاتت واللي جاية في أول كومنت في بلاي ليست. اسمعها يا عزيزي قبل النوم، خلص دروسك خلص كل حاجه واسمعها يا عزيزي. نيجي الموضوع. إذ بي بمسك الكتاب بنضفه من الاتربه والعناكب المعششه فيه. عزيزي العربي بالنسبه لي كان بعبع مش لانه صعب، العربي بالنسبه لي بعبع لاني مش فاهم في اي حاجه، مش لاقي اي مدرس يعرفني يعني ايه نحو، يعني ايه عرفني يعني ايه الاول. حتى اتى اليوم الذي اتى على معظم طلاب الثانويه العامه قرار ان انا هاخد درس في النحو بس، وكان درس تقويه بمبلغ وقدر لم يكن بالهينا بتاتا، كان كفيلا ان ينقلنا من الفئه المتوسطه الى الفئه الدنيا، ومع ذلك مستواي ما اتحركش خطوه في النحو. وها انا ذا اتخذ القرار الجبار. قررت ان انا اواجه المدرس ده واقول له ستوب، مش هقدر اكمل الدرس. ما كنتش كداب عليك قبل ما اكون كداب على نفسي، ده قرار ما كانش مدروس نهائيا. حتى اهلي ساعتها كانوا بيقولوا تاني هتركن الماده تاني، هتسيب المدرس وتقول هذاكرها لوحدي تاني. ما شاء الله سمعتي بين اهلي كانت سابقه. انا ساعتها مش عارف انا عملت كده ليه، ولكن ساعتها كنت استبيع. قررت ان انا لاول مره همشي بدماغي، مش عارف ازاي بس في حاجه جوايا هي اللي بتوجهني. قلت خلاص همشي مع نفسي، وقررت ابدا اذاكر نحو لوحدي، ساعه ورا التانيه ورا التالته. يا جماعه حمار ولا راضي يخش دماغي بخطوه واحده، مش عايز يخش، مش فاهمه، حتى ينتهي هذا الصراع برزع الكتاب وكشكش نفسي على السرير وانا منغمس باكتئابي ومتفرغ بصبابتي ومستفرد بتوحدي في الهدوء الكاحل، واذ بصوت اذاعه القران الكريم من القاهره وقران الفجر، واذ بايه انما يخشى الله من عباده العلماء، وانا كالحمار المتهور IQ تحاضر، وبتلقائيه تامه مني بقول واه هو مش دايما بعد الفعل فاعل والفاعل دايما مضموم؟ ازاي هنحط على لفظ الجلاله فتحه؟ ايه ده هو مش المفروض يخشى الله؟ سبحان الله كأن ربنا باعت لي الآية دي كإشارة عشان ادور واعرف هي ليه الله مش الله. والاول مره الاقي نفسي لوحدي ببحث عشان اعرف الصح، وكان التفسير هنا الله لفظ الجلاله منصوب بالفتحه، لانها لو بقت فاعل عاشاه الله لا يخاف من احد، فكده هيبقى تفسير الايه اللي هو ازاي يعني ربنا هيخاف من البشر، فالصح انها تكون الله. في اللحظه دي لاول مره في حياتي فهمت الغرض من النحو. النحو هو اللي بيدي الجمله معنى ودقه. بدات لاول مره افهم ان اعراب كلمه فاعل معناها ان هو اللي هيعمل الفعل، والمفعول هو اللي اتعمل فيه الفعل، فكان الفاعل هم العلماء والمفعول عز وجل هو الله، حتى لو كان ترتيب الجملة مش زي ما احنا متعودين. كفاية انك تكون فاهم النحو عشان تفهم بها الجملة، عشان من اللحظة دي ابدأ اتعلم النحو من القرآن، ويكون العربي بعبع الثانوية هو السبب في حفظي للقرآن. يعدي الوقت ويأتي أول امتحان للثانوية العامة والتوتر يملأ قلبي، عامل اللي عليا كله وإذ بي أدخل الامتحان. وعايز أقول لك إن أنا عمري في حياتي كلها ما غلطت في 3 إعرابات، مبتدأ وخبر ولام الجحود، عشان لأول مرة في حياتي أغلط فيهم يكون في امتحان آخر السنة. أيوة لام الجحود للأسف لما جحدت عليا عشان اخرج من اسهل امتحان عربي جه في تاريخ الثانويه العامه، وانا عارف ان انا غلطان وناقص 5 درجات. في وقتي كانت الدفعه اللي قبلي طب فيها بياخد من 99.5. اروح البيت والبيت كأن حد ميت فيه، المفروض تقضي 24 ساعه وترجع تاني عشان تمتحن البعبع اللي عليه الدور. ايوه انها الانجليزيه يا ساده، 24 ساعه في وسط نظرات شماته من حيزبونات حياه، 24 ساعه من الكوابيس، في عز ان باقي زمايلك فرحانين لانهم يعتبروا قفلوا اول ماده. لو مكاني هتعمل ايه؟ لا فعلا محتاجك تكتب لي في اول كومنت لو انت مكاني وفي اخر السنه حصل معاك نفس الموقف هتعمل ايه؟ والله انها كانت 24 ساعه
جبارة والله العظيم. ولكن فليحترق القلب والعواطف الآن، حان وقت استعمال العقل لأسأل نفسي بعض الأسئلة. هل في احتمال إن أنا أحقق حلمي؟ أيوه. بنسبة قد إيه؟ بسيطة. مش مهم النسبة، المهم إنه موجود. ومسكت الورقة اللي كلنا عاملينها في الدرج بتاعنا، أيوه الورقة اللي أنت كاتب فيها حلمك وكاتب فيها هدفك ومكتوب فيها اللقب اللي أنت بتتمناه. وأخدت الورقة واديتها لأمي ووعدتها وربي أني لن أخذلك. وأنا النهاردة قدامك بعد 8 سنين الورقة اللي اديتها لها بقيت لابسها. احب اقول لك ان الوجع اللي انا حسيته ساعتها ما بقتش فاكره، الضغط النفسي اللي انا كنت فيه ما بقتش فاكره، النظرات الخبيثه اللي كانت بتوجعني ما بقتش فاكرها، الشماته اللي بعد كل انكسار ما بقتش فاكرها، قله النوم والاجهاد كل ده ما بقتش فاكره. كل اللي انا فاكره ان انا وثقت في ربي وفي نفسي. كل اللي انا فاكره هو فرحه اهلي. كل اللي فاكره من بدايه الزمن حتى يومنا هذا هو حلمي، وبحمد ربي حتى هذا اليوم اني ما نسيتهوش. تعبان مضغوط وبشوف كل يوم مناظر توجع القلب بس بنسى كل دوت بعد اول دعوه وابتسامه بعد دموع. لما تلاقيني بعمل لك كتب وخرايط عشان تربط ما بين الفصول وبعضها، واعمل لك معسكرات زي المعسكر اللي احنا شغالين فيه دلوقتي عشان اثبت لك بيه ان المنهج عبيط ويتلم في ساعات، وتلاقيني بشجعك في الجروب عشان تتحمس وما تنامش، هتيجي تسالني انت بتعمل كده ليه؟ لما اجي احكي لك قصه دكتور هوبا والحيزبونات هتعرف انهم استخسروا فيا فرحه يوم النتيجه، وان مهما كان حدث في اليوم ده انا عايز اقول لك ان انا قضيت الفرحه دي في خناقه وتقريبا كنت هموت فيها. والله انها كانت قصه ولا في الأحلام، إنها عرة جبارة والله العظيم. لمعرفة قصة دكتور هوبا والحيزبونات اكتب لنا يا ريت في أول كومنت تحت. هعرفك في القصة ديت إحساسي وقت النتيجة نفسه اللي أنا ما عشتش فرحة يوم النتيجة، بس ربنا عوضني بعيلة زيكم. كل واحد فيكم لما بيوصل بيرجعني بالزمن عشان أبدأ أحس الإحساس ده أضعاف مما أنتم بتحسوه. أنا بعرف إن اللي بيجيب الحاجة اللي هو عاوزها بيتبسط، واللي ما بيجيبش بيزعل. بس أول مرة أسمع عن واحد جاب اللي هو عاوزه بس كان هيموت. لما قلت انكم عيلتي الكلام ده بالنسبه لناس كتير ببلاش، ولكن بما اننا بقينا عشره ومن سماعك للقصه كامله هتعرفوا انكم فعلا عيلتي. اتمنى اني اكون كده كمان بالنسبه لكم، فوالله اني احبكم فيه. لو هتسالني من الثانويه ايه الخلاصه الاعظم اللي انت طلعت بيها، هقول لك واكد لك واثبت لك ان في الطريق حلم لا تنساه. ولله الحمد كده نكون وصلنا لاخر الحلقه، وباذن الله ستكون الافاده اكثر مما مضى من اي حلقه، لان هذه الحلقه بالنسبه لي حلقه جباره والله العظيم. فلا تبخل بالشير او بالسبسكرايب علشان غيرك يستفاد، وما تنساش تفعل الجرس وتطلع له قرنين عشان يوصلك اشعار بكل حلقه جديده. وكومنتاتك يا عزيزي، لا تبخل علينا بكومنتاتك يا عزيزي، والله انها تهون علي الكثير. اعشقها احبها، وانا باكد لكم ان انا بقرا تعليقاتكم تعليقا. وبالنسبه للناس اللي بتكتبها في الكومنتات انا عاوز اشترك معاك في الاحياء ثانويه عامه، بحب اقول لك اشتراك في الاحياء او المعسكر او الكتب او المذكرات او الخرايط، هحط لك لينك التيم في اول كومنت، او بص اعمل لهم سكان على الكيو ار كود ده. ولو عايز تتواصل معايا انا شخصيا وتعيش معايا كل يوم من فترات حياتي، تابعنا على منصات السوشيال ميديا اللي هتظهر لك قدامك هنا، من تيك توك وانستجرام وفيسبوك، عشان نتقابل وتقول لي بقينا زمان يا دوب. بدأ قصة الإنجليزية في المرحلة الثانوية، وكل ما أدركه عن المصطلحات هو هاو ار يو اي ام فاير ثانك يو، ولا مع الاي ان جي. يا اختي ما شفتنيش انا مع الاي ان جي، وربي كنت جبارا في رزع الاي ان جي. اي ام او اذا وار مجرد انك تلمحها بس ارزع وراها اي ان جي، ما توصاش انا في الاي ان جي. حتى اتت حصة السير حمدي عبد الستار اللي جاب راسن الفيشوار جبار وخلى كاتب القصة قاعد محتار، واذ بالسير حمدي يتحدث في وسط الحديث ويقول ام شوكت، وانا بكل جبروت قلت له يا استاذ اسمها اي ام شوكينج، واذ به ينظر الي بنظره كلها استعلاء وجبروت. من انت يا ابن امبارح، يا ابن امبارح لو بصيت على كتفك هتلاقي قشر البيض لسه موجود يا ولد. عشان ارد بكل ثقه واقول له يا استاذ جل من لا يسهو، لكنها الاي ان جي. عشان يرد قائلا يا واد لو ما سكتش هروح واخدك واحده بروك ليزنر اجيبك الارض. رحمة الله على أستاذ حمدي، وربي كنت أعشقه عشقا جبارا والله العظيم، ده بجد يا جماعة. فيا ريت بعد إذنكم نفجر الكومنتات دعاء لأستاذ الفاضل رحمة الله عليه. وأظن لو مستواك سيء فبعد الأي إن جي حجي تأكد يا عزيزي إنه مش أسوأ من مستواي وأنا أميبة صغيرة. ففي الفيديو ده هحكي لك كيف تحولت من كوني أي كيو طحالب إلى متحدث طريق بالإنجليزية في الثانوية العامة. السلام عليكم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم. عزيزي عزوز، وحشني وربي عاش من شافك كده ما تسألش عليا، وربي اني مسحول سحلة جبارة والله العظيم في المراجعة النهائية. قاعد بعمل لكم حتة مراجعة
عنب عنب. ايه ده يا دكتور ما كنتش اعرف. بسرعه تواصل مع التيم ده على الكيو ار كود بسرعه وقول له يتيم عايز اشترك في مراجعه الاحياء مع دكتور هوبه عشان تلحق مراجعتنا الجباره من اولها. ويا ريت يا عم تكتب لنا في الكومنتات تحت ميعادين الله يكرمك نثبت فيهم الفيديوهات بتاعتنا، هيبقى اجبار علينا كده. ويا ريت بعد اذنكم كل الناس تضغط لايك على الفيديو ده لان اليوتيوب بيحس ان الفيديو ده عليه لايكات كتير، اذا هو فيديو سكره يستاهل المشاهده فيبدا يعرضه الناس اكتر. وما تنساش سبسكرايب عشان 60% من اللي بيتفرجوا مش مشتركين اصلا وده بيفرق معانا على فكره. وتفعل الجرس وتطلع له قرنين عشان يوصلك اشعار بكل حلقه جباره من اللي احنا بننزلها. وكالعاده قبل ما نبدا اي موضوع خير ما نبدا به هو الصلاه على النبي صلوات تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح بها اجمل واروع ابواب الفرج. ونبدا بسم الله. بدأت لعنة الإنجليزية زي معظمنا منذ الابتدائية مع مروح المدرسة وأنت عقل لسه طحلوبي صغير لم يكتمل مخك كي تدرك الإنجليزية. في الواقع أنت ما تعرفش يعني إيه عربي من الأساس. عشان مس حنان تبدأ تديني عواميد من الطلاسم كانوا بيقولوا عليها إنجليزية. ومع مرور الزمن تطور معنا الحال من كونها عواميد حروف بتتحفظ لكونها عواميد كلمات بتتبلع ليصبح معنا قاموس من الكلمات الجبارة والله العظيم. لكن جرب كده تحط كلمتين جنب بعض وبقى الحال على ما هو عليه. الإنجليزي بقى كونه مادة كلمات وبقى مقياسنا للقالب الفتاك هو اللي قرشه مليان كلمات بالمئات. يا عم بتعرف تستخدمها؟ لا والله. طب بتشوفها في اسئله؟ طيب لا برضه لا والله. طب لا برضه. طب عملت لايك؟ لا والله يا دكتور. اخس عليك يا عزوز، بدل ما اوديك لاستاذ حمدي يرزعك واحده يا واد ده انت لسه علامات البامبرز معلمه على فخاده رحمه الله عليه. يلا عشان استاذ حمدي اضغط لنا سبسكرايب عاوزين نوصل للمليون خلال سنه باذن الله. فضلت ماشي بصراع كلمات الافيال ما شاء الله علي حافظ كلمات اكتر من الانجليز نفسهم لكن مش عارف اكون بيهم جمله واحده توحد ربنا. عشان اوصل لك مستوايا كنت بالظبط شبه عربيه شاهين حاطط لها بنزين 98 بتاع عربيه فراري. شخص كان الجرامر بالنسبه لي هو الام واز وار زائد الفيرب زائد اي ان جي. كانت الثروه اللغويه بالنسبه لي هو الكلمات. يلا بقى ركب الاثنين مع بعض. لا والله ماليش نفس. وبناء عليه كانت درجاتي متواضعه. متواضعه ايه؟ في الواقع كانت منحطه. تدري ده انا لو فتحت محل حلويات بسبب الانجليزي كنت هعمل طبق اسميه المتمرمطه. طب والكيمياء؟ لا ده طبق تاني كنت هسميه المنحل. خد بالك من الحته اللي هقولها لك دي لانها كانت فيصله معايا في قصه الانجليزيه. الاستاذ حمدي رحمه الله عليه كانت دايما في حصته بيخلينا نطلع الكلمات من الدرس. يعني كان بيخلينا نقرا الدرس وفجاه ابو هب طلع الكلمات يا ابو هب. كان بينادي واحد فينا يقرا الدرس ويطلع الكلمات المختلفه. والقصه ما كانش يعملها لنا سؤال وجواب وربي كان يتجبر باسلوبه الاكثر من رائع. كان بيحكيها لنا بالعاميه فما شاء الله كانت بتثبت من اول مره. بعد الحكايه يلا يا ابو هاب اقرا القصه يا ابو هاب وطلع لي الكلمات. قريت القصه خلاص يلا اكتبها لي في ورقه كلها باسلوبك. فكانت المذكره بتاعته صغيره جدا ما كانش فيها كلمات كتير ولا جرامر بيتكتب كتير. الشابتر كله كان 5-6 ورقات مكتوبين في الوش وكان بيخلينا نفحمهم بالظهر وكان الباقي كله حل. فكانت مذكرته صغيره فكنا كل ما نخرج من الدرس نشوف شله كلنا عارفينها وهي اصدقاء السوق. وهنا ما اقصدش السوق بالقاف يا عزيزي لان احنا دكاتره محترمين. وهم خارجين من عند استاذ الانجليزي الثاني معاهم مذكره كل شابتر ب 5000 ورقه تحتوي على 9000 كلمه والجرامر واخد نص المذكره وما شاء الله 900 صفحه اسمهم افكار الجرامر. كل ده مع شويه كلمات تطرطش من اصدقاء السوق واخد بالك انت المتطايره. تدري يا واد الحصه بتاعت النهارده كلتها افكار وانت كشخص على الله حكايتك ماشي بنور الله بتدعي وتقول يا رب ما شاء الله منعدم الشخصيه وسهل الهز. عشان بعد شهرين مع الاستاذ حمدي رحمه الله عليه اقرر ان اروح للمستر اللي مش حمدي وربنا يسامحني وتبدا مرحله المدرس اللي مش حمدي. بسم الله بدايه الحصه تسميع كلمات. بعد التسميع هناخد عواميد كلمات. كل كلمه في العمود هناخد مرادفها من الكلمات برضه. مش نقرا الدرس لا ما انت خدت كل اللي فيه من الكلمات. حلو ده. بعد شويه نخش في الجرامر تفتح المذكره تلاقيها شبه حصه الرياضه كده كذا زائد كذا يجي وراها كذا وخد بالك من كذا ما بيجيش وراها كذا انما كذا بقى بيجي وراها كل الكلمات ما عدا ال 500 كلمه دول. وربي كنت اشعر اني في حصه طلاسم والله العظيم. عارف لو دماغي كانت بتتمطش كده اهو وربي كانت اتنفخت انتفاخا جبارا والله العظيم. وبسم الله حصه ورا الثانيه ورا الثالثه فاتشح. اتدري ما هو احساسي؟ نظريا الاستاذ الثاني حلو صح؟ عمليا بقى انا بقيت مح في الانجليزي حتى اتت شوامل نصف العام والاستاذ يقرر كالعاده يعمل شامل. من طريقه الاستاذ اكيد واخد بالك مش محتاجه فقاقه يعني. اكيد عارف هو مهتم بايه. اكيد اسئله على الكلمات الخزعبليه والنوتات البتنجانيه بتاعته اللي في المذكره. وبالفعل بلعت الكلمات وحفظت النوتات وكما توقعت جبت ال60 من 60 وتم الاتيان بالامتحان في شوال ورب الكعبه. حلو انت متاكد فعلا انه حلو كده صح؟ اتدري انا ما كنتش فاهم ولا كلمه انا حافظ بس. لو واحد بيبصم حافظ مذكرته هيخش يجيب الدرجه النهائيه.
اسئله الامتحان كانت فعلا صعبه، بس مش دي الاسئله اللي بتيجي في امتحان اخر السنه. الغرض بتاع الامتحان ده حسيته ان هو دعايه بحت، اللي هو ما حدش هيقفل غير اللي حافظ الملاحظ الزياده اللي انا مديها معايا. بس كالعاده احنا كطلاب ثانويه عامه جبارين، لن نكتفي بالشامل بتاع مدرسنا بس، لازم نجيب شوامل المدرسين كلهم. انا بقى ما كنتش عايز شوامل كلهم، انا كنت عاوز شامل السير حمدي رحمه الله عليه، وكما توقعت اصبت. بصيت للاسئله بلمت لحد ما لقيت سؤال قبل النقط ار. غلطانه يا جدعان، اي ان جي طبعا. لسه ما فرحتش واذ بنموذج الاجابه في وشي بيقول لي غلط. لا بقى دي كوسه بقى، انت تغلط في كل حاجه الا 2، الورق العنب والاي ان جي. وتم بحمد الله درجه الامتحان ما عدتش فيها النص. زي العاده لا تاتي المصائب فرض، اخلص المصيبه دي واخش على مصيبه امتحان الفيزياء اللي جبت فيه برضه 2 من 20. ده انت مستغرب؟ ده انت ما سمعتش قصه دكتور هوبا والفيزياء؟ ما هو الاهتمام ما بيطلبش، وانا اللي كنت هنزل لكم قصه دكتور هوبا لما الامتحانات اتسربت ومجهودي ضاع. بس خلاص انا الم حاجتي وكتب مراجعتنا الجباره ولابتوبي وحاجتي واروح اقعد على القهوه، هيقعدوا يسمعوني هناك. خلاص يا عم خلاص هقعد عشان خاطري. يلا هتلاقي البلاي ليست موجوده على القناه اسمها قصه دكتور هوبا. ويا ريت تعمل سبسكرايب عشان ما بتبقاش عامل. والله اليوتيوب قال ان في حوالي 60% من اللي بيتفرجوا عليك ما بيعملوش سبسكرايب، وده بيحبطنا والله، بيحبطنا وربنا. خلصنا امتحاناتنا الشامله الحزينه وتبدا اجازه نص السنه، وقد كنت مليئا بكميه اكتئابا جبارا والله العظيم. حتى اتى صديقي المصريكي، النصف مصري والنصف امريكي، وتبدا معه قصه تحويل العربيه الشاهين الى العربيه الفراري. في قاعده مع صديقي المصريكي ما كانش بيعرف يتكلم كلمتين عربي كويس، حبينا نلعب لعبه صغيره كده، انا اقول جمله صعبه بالعربي هو ينطقها والعكس صحيح. وكالعاده نحن المصريين الجبارين قلت له جمله قميص نفيسه نشف ما نشفش، عشان يرد ويقول لي بكل صدمه في عيني I don't even say how to say it in English. والترجمه بالعربيه نعم يا عمر، ده انا حتى مش هعرف اقولها لك بالانجليزي، عشان الاقي نفسي سمعت كلمه even اللي هي حتى، ودي عمري ما استخدمتها في اي جمله. وسالته بكل استغراب انت بتستحضر ازاي الكلمات ديت في كل جمله؟ رد مستغربا كلمات ايه؟ قلت له يا عم لا تحور علي، دونت سمول اس، انا حافظ 4000 كلمه بس مش بعرف اكون منهم جمله واحده. قال لي ما شاء الله بالانجليزي احنا طول عمرنا كامريكان بنستخدم 700 كلمه بس بنعرف نستخدمهم ونكون جمل. الفكره يا هوبا مش في الكلمات وانما في استخدامه. اللغه تواصل، والتواصل يعني معنى، والطبيعي ان الكلمه لوحدها لا تعبر عن اي معنى. انت لو حضرتك بتحفظ كلمات متفرقه فانت فعلا بتحفظ اللا معنى. اللغه يعني جمل، ما تذاكرش غير بالجمل، لان في الجمل بتذاكر المعنى بالترتيب الصحيح وبالتالي بالجرامر الصحيح. فلو فضلت عمرك كله تذاكر هاو لوحدها وار لوحدها ويو لوحدها عمرك ما هتعرف تكون جمله اسمها هاو ار يو. ما سكتلوش يا عزيز، انا عارف ما سكتلوش، قلت له بس انا بعرف اقول هاو ار يو بسرعه. رد ردا صاعقا قال لي وهنا بثبت كلامي، انت اول مره سمعتها مش هاو وار ويو، انت خدتها اول مره هاو ار يو، اول مره سمعتها كجمله. وبالتالي لو انا جيت قلت لك في مره هاو يو ار ترد في ثانيه تقول لي استنى عندك اسمها هاو ار يو. تخيل ان انت بدون ما تحس صلحت الجرامر اللي انت عمال تذاكره من سنين ومش عارف تثبته من جمله يا عزيزي، من جمله واحده عرفت الترتيب الصحيح. اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل. مش دي الطلاسم اللي كنا بنذاكرها اول مره وما كناش عارفين ولا مره نثبتها؟ سبحان الله بدانا نطلع الحاجات اللي مش مفهومه من الجمل اللي مفهومه. فرحت رديت له وقلت له ايوه انا هنعمل ايه؟ راح متنرفز فجاه وقال لي او ماي جاد اي ام شوكد من غبائك يا هوبا. فرحت تبعنت كده ولقطت الكلمه وقلت له تقصد اي ام شوكينج يا حبيبي ام واز وار زائد الفيرب زائد ان جي، عشان بعدها يرد بلفظ لا داعي لذكره فيما معناه تبا لكم ايها المصريون، وياخد طيارته ويتوكل على الله ويسافر. وابدا من اللحظه دي افوق واركز يا عزيزي عشان اكتشف ان انا بقالي 18 سنه بذاكر غلط. من اللحظه دي قررت اتحول من الشاهين للفراري، وبالفعل ما يحسش بقيمه امه غير اللي شاف مرات ابوه. عشان نرجع تاني لمستر حمدي، وفي بدايه شهر 3 قبل الامتحان ب3 شهور قررت ان انا اذاكر بطريقه الجمل من اول درس، والكلمات اللي ما اعرفهاش اخمنها من سياق الجمله. جباره هذه الطريقه ورب الكعب، حتى الجرامر ثبت من كتر القراءه، وعرفت ان المعنى هو اللي بيثبت الجرامر. واكتشفت مصيبه يا عزيزي ان مش دايما هتلاقي ام واز وار زائد الفيرب اي ان جي. مش بقول لك جباره هذه المعلومه والله العظيم. عشان من اول اسبوع اكتشف ان الطريقه بدات تظبط، ثبات معلومه، استخلاص الجرامر، والاهم ان انا ما بقتش اعمل ربع المجهود في المذاكره، حتى وقت مذاكرتي قل للنص. ومع الاستمراريه ساعه واحده كل يوم بالطريقه دي لقيت الحمد لله الساعه فعلا كافيه. كل يوم الانجليزي بقى حاضر في دماغي على طول. في الواقع انا فعلا ما كنتش اعرف الجرامر ده بتاع زمن ايه وبتاع ايه. كل اللي اعرفه من قراءه الجمل من ساعه ما قريت اول مره لقيت شود بعدها دو، فتلقائي لقيت لما يجي جمله يقول لي شود دوينج من جوايا بقيت بحس انها راكبه غلط، مش لان حافظ قاعده، لان انا دخلت دماغي اول مره كده. فسبحان الله لقيت نفسي دماغي اتاقلمت لوحدها. بعد الطريقه ديت اخطائي شبه اتعدمت. عارف امتى؟ لما عرفت ان اهم من الشغل تظبيط الشغل. يا عزيزي اهم من الشغل تظبيط الشغل، زي ما انا كده هدربك في المراجعه النهائيه بتاعتنا. عارف امتى برضو؟ لما وقفت مع نفسي وسالتها انا ماشي صح ولا غلط. فلما طلعت غلط ما وقفتش واتحججت بالوقت، لانك لما بتبادر بالاصلاح
ربنا بيبقى معاك وبيوفقك، زي ما انا هعرفك كده بالاصلاحات في المراجعه النهائيه. طبعا انت كده فاكر ان قصه الانجليش انتهت. يلا وربي يوم الامتحان بتاع الانجليزي وربي كان مليئا بحرقه الدم الجباره والله العظيم. لما تبقى مذاكر وعامل كل اللي عليك ومقفل الماده وتبص جنبك تلاقي واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب وشاري الامتحان. عارف قصه دكتور هوبا وتسريب امتحانات الثانويه العامه؟ يا ريت تكتب لنا في الكومنتات تحت، بجد مش هتكلم عنها غير لما نوصل الفيديو ده ل 10000 كومنت و50000 لايك. وربي انكم جبارين، عائله جباره قادرين على فعلها. لسه ما حكيناش النهايه، بس كفايه ان المشوار كله كان مليء بالتخبطات والضغط. التخبطات والضغط علمتنا ان تظبيط الشغل اهم من الشغل، علمتنا ان مواجهه النفس بالخطا والسعي الى الاصلاح خير من الوقفه، علمتنا ان مهما ضاقت الفرق متواجد، علمتنا اننا في الحياه للتكمله وليس للنفسنه، علمتنا ان في الطريق حلم لا تنساه، وكل ما تنسى حاجه فكر. فرحمه الله عليك استاذي الكريم، لقد زرعت في طالبك اثر عظيم. كالعاده يا عزيزي كانت الحلقه جباره اكتر من اي حلقه فاتت، ولسه فيها تكمله. وزي ما قلت لك كومنتاتكم اللي تحت انا ببدا ابص عليها واشوف اكتر كومنتات متكرره ونطلع نعمل فيها فيديو. فيا ريت عاوزين نوصل الفيديو دوت لاكتر عدد من اللايكات علشان الفيديو ده يظهر لزمايلنا، وزودوا الكومنتات لاني اعشقها ورب الكعبه. وما تنساش السبسكرايب لان انا عارف ان في كتير منكم ناسيين، وتفعل الجرس وتطلع له قرنين عشان يوصل لك اشعار بكل حلقه جديده. ويا ريت تاخد لك فره كده في القناه تسمع كل الحلقات القديمه. بالنسبه للناس اللي بتسال يا دكتور عاوزين ننضم لكورس الاحياء ثانويه عامه مراجعه نهائيه او نشتري حتى الكتب، هذا الكتاب الجبار فايتك كتير والله العظيم. اعمل بسرعه سكان للكيو ار كود ده او تبعت على الرقم ده تليجرام مش واتساب، تقول لهم بسرعه يتيم 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 عاوز انضم مع دكتور هوبا او احجز كتب او شرح او ورق اي حاجه انت عاوزها. تواصل مع التيم بسرعه. ولو عايز تتابعني على كل منصات السوشيال ميديا هتلاقيها ظاهره لك فوق هنا. وكالعاده ننهي باخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. And as always be healthy and be safe. سلام عليكم.